بتبدأ قصتنا بأحداث غريبة بتحصل في عالمنا، وبيبقى الكلام ده قبل 40 سنة من دلوقتي. بتقع ساعتها 3 بذور غريبة على كوكب الأرض في مناطق مختلفة، والبذور دي اتحولت في ساعتها لأبراج ضخمة جدا ومرتفعة على السماء. وبيبقى مناظر الأبراج دي مختلفة عن بعضها البعض، وفيها وحوش وكائنات وحيوانات مختلفة. وبنعرف إن بداخل الأبراج الضخمة دي في أعداد غير منتهية من الوحوش والكائنات الغريبة واللي قعدت تطلع منها بأعداد ضخمة. والأراضي اتحولت بسبب الكلام ده لبحور من النيران. ولما نصف العالم تقريبا اتدمر في الأحداث دي، ساعتها هم أخيرا ظهروا الكائنات المختارة للقتال ضد الوحوش. اللي واجهوا الوحوش دول هم اللي عرفوا يعملوا تواصل مع الأرواح البطولية، احنا بنسميهم الأبطال. أما أنا بقى فالموضوع مختلف شوية، وبنرجع للوقت الحالي بعد 40 سنة من الأحداث دي. وبيبقى في أصوات في مكبرات الصوت إن في وحش رتبته إيه اسمه الكتلة الخضراء وبيهاجم في المكان. فرجاء من المواطنين إخلاء المكان بسرعة لأقرب ملجأ. نكرر رجاء الإخلاء بسرعة. وبيحكي بطلنا وبيقول أنا مجرد مواطن عادي عندي 23 سنة، وبيقع جنبه عمود حديد ضخم كان هيجي عليه، وبيتكلم وبيقول ده مش وحش برتبة ايه عاديه. وبيقف قدامه وحش الكتله الخضراء ده وبيبقى ضخم جدا مقارنه بحجمه وشكله هيتفرم. وبيفكر وبيقول في دماغه ده مخلوق ذكي مع غريزه بقاء قويه، في اللحظه اللي اديله فيها ظهري ساعتها عمود حديد هيخترق جسمي في لحظتها. ولكن بيبقى في حد جوه البطل بيتكلم وبيقول ايه الكائن المثير للشفقه ده؟ انت اكلت دود قد ايه علشان ينتهي بيك الحال بالشكل ده؟ فبيقلق البطل وبيفكر وبيقول في دماغه وليه دلوقتي من بين كل الاوقات؟ وبيبقى واقف وفي نقاط ومسارات حيويه في جسمه وبيتكلم الشيء اللي جواه وبيقول دلوقتي انا فهمت، انت ابطأ من وحش مصاب وجريح. فبيقول البطل في دماغه ده هو الشيء اللي موجود في معدتي. وبيتكلم الشخص اللي جواه وبيقول بص الوحش ده بيستخدم اداه معاه، وكمان بيحجب طريقك للهروب، ده بيخطط ان هو يحبسك في المكان ده ويبلعك كلك على بعضك. وبيبقى اللي بيتكلم ده هو الشيطان السماوي للعالم السفلي. فبيتكلم البطل وبيقول انا مش بطل، انا مجرد مواطن عادي، انا لو مت فانت هتموت انت كمان. فبيرد عليه الشيطان السماوي ده وبيقول له ايه ده بجد؟ يبقى هل ده معناه اني المفروض اعلمك؟ فبيبقى الولد مش فاهم وبيقول له الشخص اللي جواه ده اولا ركز معايا كويس بقى، انا عايزك من دلوقتي تحترمني وتديني مقامي لحد ما امشي من الجسم ده، واسمع كلامي دلوقتي وطي. فبيستغرب الولد وهو في وسط الخطر وبيقول اوطي، ولكن لما بيسمع الكلام وبيوطي في ساعتها فبيعدي العمود الحديد ده من فوق للناحيه الثانيه وبيهاجم عليه الوحش وما بيستناش. فبيقول له الشخص اللي جواه ده لف جسمك ناحيه اليمين. فساعتها بيسمع الكلام بدون تفكير وبيقدر ان هو يهرب من هجمه الوحش اللي كانت هتيجي عليه. وبيبص على الوحش وبيبقى مش مصدق ان هو قدر يتفادى هجمته فعلا. وبيقول له الشخص ده مخالب الوحش علقت في الارض، خلينا بقى نكمل محادثتنا سوا، من دلوقتي انت هتسميني الملك. وبيبقى بطل قصتنا قاعد بيفكر وبيقول ازاي بس انتهى بيا الحال بالمنظر ده. وبنرجع لليوم اللي قبله على طول علشان نفهم ايه اللي وصل الامور للمنظر ده. وبيبقى صاحبنا قاعد قدام الوجبه بتاعته وبيبقى مخنوق ومش طايق نفسه لان المفروض اليوم ده بيبقى يوم اجازه ولكنه في رحله عمل دلوقتي. وبيبقى بطل قصتنا اسمه هو مين جيها وبيبقى مواطن عادي. المهم الصبح بتاع اليوم ده كان جاله تليفون من صاحب الشغل بيقول له اهلا يا جيها، انت نمت كويس؟ انت عارف موضوع الزنزانه اللي موجوده في امس الجن واللي فيها الخام الغريب ده؟ فبيقول له جيها صباح الخير. فبيقول له المدير ايوه انا سمعت عنها برضو. طيب فريق التحقيق بتاعنا وقسم البحوث موجودين في امريكا دلوقتي مش كده؟ فبيقول له جيها حضرة قائد الفريق ده اول يوم ليا في الاجازه. فبيقول له المدير علشان خاطري معلش اعمل لي انت بس الجميله دي. فما بيعرفش جيها يرفض طلبه وبيتقفل الحوار على كده وبيتخانق من القرف ده وبيقول طيب الصراحه انا الوحيد اللي موجود في البلد دلوقتي من الشركه، خلاص ما قداميش حل تاني. وبيبقى في لقاء تلفزيوني بيتكلموا وبتقول المذيعه الحرب اللي بدات من 40 سنه ما زالت مستمره لحد دلوقتي. فبيكلمها واحد خبير حربي بيقول لها احنا بس لو ظهر عندنا بطل ب10 نجوم ساعتها في الاغلب هتكون نهايه الحرب الممله دي، بس زي ما انت عارفه علشان يبقى في بطل بتصنيف عالي فده بيستلزم وجود كميه معينه من الموهبه الكويسه، والموهبه دي هي التناغم والتواصل مع روح بطوليه، وبس الارواح اللي ليها حضور قوي في الحياه هم بس المؤهلين. لكن بالرغم من ده فالتواصل مع الارواح ما بيحصلش في سن من 15 ل 17 سنه. وبيبقى جيها بيفكر وبيقول لو انا بس عرفت استرجع الموهبه بتاعتي اللي راحت دي فساعتها انا ما كنتش حتى هطمح لل10 نجوم، لكن الماضي يظل ماضي. وبيقوم يقف وبيفكر وبيقول في دماغه انا كنت دايما في الخطوط الاماميه كمنفذ مميز خاص علشان استرجع تقييم موهبتي، لكن مش مهم انا تقييم موهبتي كان عالي قد ايه قبل كده، فده دلوقتي ملوش اي لازمه للاسف. وبيروح جيها للبوابه اللي موجوده في امس الجن واللي بتكون بوابه بتصنيف دي، وبيتكلم دكتور بحوث موجود هناك وبيقول اخيرا انت جيت، انا استنيتك لمده طويله، خلينا نعدي الرسميات ونخلينا نخش في الموضوع على طول. جبت معاك المعدات؟ فبيقول له ايوه طبعا انا جبتها معايا. وبيبداوا هما الاثنين يدخلوا جوه البوابه، وبالفعل بيدخلوا جواها وبتبقى مظلمه من جوه، وبيركز جيها جواها وبيلاقي زي ماده خام موجوده جوه وشكلها غريب. وبيسال الدكتور فبيقول له ان ده خام جديد مكتشف حديثا. فبيبدا يطلع جيها الادوات من معاه وبيفحصه وبيقول بس ده شكله كانها شجره ناشفه. فبيقول له الدكتور ايوه فعلا ما علشان كده احنا مسمينه الخشب الاسود. فبيساله جيها وبيقول ده مقدار قوته قد ايه بالظبط؟ فبيرد الدكتور وبيقول ده بيتكسر بسهوله من ضربه خفيفه ولكنه بيتصلب وبيبقى اقوى لما بيمتص الضوء. فبيفكر جيها وبيقول باستغراب ده بيمتص الضوء مش الحراره، انا عمري ما شفت خام زي ده قبل كده. وبيقول في دماغه علشان كده هو ده السبب اللي كان مخلي قائد الفريق متحمس قوي كده الصبح
وبيتكلم الدكتور وهو خارج من البوابه وبيقول على اي حال احنا حاليا بنختبره علشان نشوف مقدار قوته بتوصل لقد ايه، فعلشان كده انا حابب اعرفك نواتج الاختبارات دي اول ما تطلع. وبيقعد جيها يركز في الخام ده وبيشوفه وبيفكر وبيقول في دماغه انا ما اظنش اني شفت خام زي ده حتى في بوابات تعدين من الرتبه بي. وبيقعد يركز ويفحص في الخام ده وبيبقى فرحان من الخام اللي اكتشفوه ده وبيقول بالتفكير ان الواحد يلاقي حاجه زي دي في بوابات من التصنيف دي، ده لو الموضوع ده باظ مني وما مشاش بشكل مظبوط فساعتها قائد الفريق مش هيرحمني. ولكن وهو واقف بيسمع صوت شرخ وتصدع بيحصل وبيقلق وبيبص على الارض وبيلاقي ان مكان الخام اللي شاله ده بدا ينتشر تصدع من الارض وبدات تتكون دايره سحريه تحته وبيقول وهو قلقان دايره استدعاء، هي ايه اللي جابها هنا؟ وبتتفاعل ساعتها الدايره دي من تحت رجله وبيبقى قلقان منها ومش فاهم اللي بيحصل، وساعتها تاثيرها بيبدا يجي في جسمه وبيحس بالم وكانه بيتكهرب منها وبيبدا يتكون قدامه هاله سودا منه وفي جسمه من الدايره السحريه دي وبتتجمع قدامه وبتتكور وبيبص عليها بشكل غريب وبيقول في دماغه ده ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وبتدخل في ساعتها الكره دي لجسمه من بقه وبيبلعها وبتنزل من زوره في ساعتها، وبيبقى اثناء العمليه دي بيقول في دماغه دي المفروض تبقى دايره استدعاء، يبقى المفروض دي تبقى روح بطوليه. وبيبدا جسمه يقشعر وبيلاقي نفسه بتتعرض عليه ذكريات بيتم مشاركتها مع شيء ما، وبيلاقي مجموعه من الجنود او المتدربين بيحيوا حد باحترام وبيقولوا انت الشخص العظيم والكفء واللي هتحمل ورث الجماعه، الوحيد في العالم ده اللي تقدر تعمل كده. وبيمشي جيها وهو دايخ وبيقول هو ايه اللي جه في دماغي دلوقتي ده؟ دي ذكريات روح لما كانت عايشه، ده اتقال حرفيا كلمه جماعه في ذكرياتي، بس لو دي هي الجماعه اللي انا اعرفها فهل دي هي جماعه الشيطان السماويه؟ لحظه، الشيطان السماوي؟ وبيتكلم حد جواه وبيقول له هو انا فين بالظبط؟ انا كنت قاعد دلوقتي باكل من اكل الثلاث وحوش الشرقيه مش كده؟ وبيلقى ساعتها جيها لما بيلاقي في حاجه بتتكلم من جواه وبيبص بيشوف ايه ده، وبيتكلم الشيء اللي جواه ده وبيقول ايه الذكريات دي؟ مين جيها؟ على اي حال ايه الضلمه اللي انا فيها دي؟ افتح النور. وبيبقى جيها واقف ساكت ومش مصدق وما بيتكلمش، واللي جواه ده برضه بيستغرب من الهدوء وانه ما بيردش عليه، وساعتها بيظهر الرساله قدام جيها وبيبقى مش فاهم ايه ده كمان، ولما بيبص عليها بيلاقي مكتوب تم اتحاد الروح مع الجسد، عندما يموت الشخص سوف تموت الروح، وعندما تموت الروح فسوف يموت الشخص. وبيبقى حتى الشخص اللي جوه جيها ده مستغرب برضه ومش فاهم ايه ده، وبيروح بعد الكلام ده جيها لمركز كشف وتحديد الروح بداخل الشخص، وبيبص الدكتور وبيبقى مش فاهم وبيلاقي ان النواتج بتاعه الفحص بتاعه جيها هي صفر، وبيقول في دماغه مركز فحص الروح والمكان اللي بيجي منه التواصل مع الروح المفروض ان يتم التاكد من اي تغييرات في تقييم الموهبه، لكن بما ان تقييم الموهبه مازال صفر فاكيد في حاجه غريبه. فبيتكلم الدكتور وهو مش فاهم وبيقول له من الواضح ان النواتج دي فيها حاجه غلط، انا هجهز لك انك تاخد الاختبار من تاني. فبيقوم جيها وبيتحرك وبيقول له لا شكرا ملوش لزوم يا دكتور، انا هاجي تاني مره تانيه ان شاء الله. وبيمشي وبيفكر وبيقول في دماغه لو انا تقييم موهبتي مازال زي ما هو يبقى ايه ده؟ هل ده معناه ان دي فعلا مش روح بطوليه؟ فبيتكلم الشخص اللي جواه ده وبيقول له هو انا المفروض اقول لك الكلام ده كام مره علشان تفهم؟ انا ما زلت حي، بالنسبه لذكرياتك فمن الواضح ان الارواح في العالم ده هي القوه اللي بتستعيرها من الاموات، لكن انا مش ميت انا حي. فبيقول له جيها علشان نكون صريحين انت دلوقتي في حاله ولا انت ميت ولا انت حي، طيب عامه هو انت تقدر تعمل ايه بالظبط من جوه معدتي؟ وبيفكر وبيقول في دماغه من امبارح وفي روح دخلت معدتي وعمال يدعي ان هو الشيطان السماوي، ومن الواضح ان هو يبقى القائد بتاع مكان اسمه العشيره الشيطانيه واللي ما تمش ذكره في اي سجلات تاريخيه. وبيتكلم الشيطان السماوي ده وبيقول انا قادر اشوف من خلال عينك وقادر احس بالاكل اللي انت بتاكله، وكمان قادر احس بتدفق الكوي من خلال جسمك، لو الكوي دي تم معالجتها لطاقه روحيه وكمان اتعلمت فنون القتال فساعتها انت هيكون عندك القدره انك تقسم الجبال. فبيتكلم جيها باحباط وبيقول له الكلام ده يعتبر منتهي اصلا بالنسبه لمواطن عادي زي ما عندوش تقييم موهبه اساسا. فبيقول له الشخص اللي جواه ده انت لازم تصدقني لو انت عايز تنجو من الشيء ده. فبيبص جيها وبيقول الشيء ده مفيش حاجه قدامي، ولكن بيرد عليه وبيقول له بص فوق في السماء. وبيسمع ساعتها مكبرات الصوت بتقول ان في وحش من الرتبه ايه اسمه الوزن الاخضر، ورجاء على المواطنين الاخلاء في اسرع وقت ممكن. وساعتها بيظهر الوحش الاخضر ده وبيبدا يهيج وبيخاف جيها وبيقول له الشخص اللي جواه من الواضح انك عارف الوحش ده من ذكرياتك. وبيبقى قدامهم الملجأ وبيتكلم جيها وبيقول له الوحوش اللي بتهرب من البوابات والزنازين يعتبروا شائعين اكتر مما تتخيل، هم بيتم التعامل معاهم بمجرد ما يوصل بطل من الابطال. فبيقول له اللي جواه هيكون من الافضل انك تكون حذر برضه. وبيمشي جيها في وسط الجموع دي ولكن بيبدا يهيج الوحش ده وهو شايفهم، وبيتكلم الشيطان السماوي ده وبيقول لجيها مفيش وحش هيسيب ضحيته الاضعف تمشي وتهرب بالشكل ده. وبالفعل بينط الوحش ده ناحيتهم وبيهاجم بسرعه، وبيبقى جيها مش فاهم قصده ايه بالظبط، ولكن لما بيبص وراه بيلاقي الراجل عجوز مش قادر يتحرك بالعافيه، وساعتها بيفهم وبيجري بسرعه ناحيه الراجل وهو شايف الوحش بيقرب، وفي ساعتها بيوصل الوحش بسرعه ناحيه الراجل العجوز وبيبقى وراه بالظبط وبيضرب بايده بمخالبه عليه علشان يموته، ولكن بيقدر جيها ان هو ينقذه في اخر لحظه وبيبعده بالعافيه وبتبقى مخالب الوحش هتموت جيها، ولكن الوحش بيوقف نفسه بعد هجومه اللي فشل ده وبيبص وراه بعصبيه، وبيبقى في واحد من الحراس جه وبيبدا يساعد الراجل العجوز. فبيبص جيها عليه وهو بيمشي وبيقول انا هسحب انتباهه فعلشان كده روحوا انتوا بسرعه ناحيه الملجأ. وبيبص على الوحش بقلق وبيقول هل انت كنت عارف ان ده هيحصل؟ وبيهاجم الوحش بسرعه تاني عليه وبيفكر جيها بحماس وبيقول مش مشكله انا الى حد ما عارف نمط هجوم الوزن الاخضر ده، ولكن للاسف بتبقى معرفته ضئيله وبيجي هجوم منه بيطيره حرفيا لورا، وبيتخض وبيقول في دماغه الوحش ده طلع سريع وبيتهبط على الارض وبيكلمه اللي جواه وبيقول له
انت بمهاراتك الحاليه دي فاحنا نقدر نقول على نفسنا يا رحمن يا رحيم خلاص. وبتبقى الضربه قويه جدا وبتدفع جهه لورا وهو على الارض، وبيوقف اندفاع جهه وبيبدا يقوم واحده واحده، وبيبتسم وبيقول للشخص اللي جواه ده مش وقت مناسب خالص للسخريه الرديئه بتاعتك دي. وبيفكر وبيقول في دماغه المسافه بيني وبين الملجأ في حدود 70 متر تقريبا، دي هي الفرصه اني اوصل لهناك بسرعه. وبالفعل بينطلق جهه بدون تفكير وبيبص عليه الوحش وبيتعصب، وفي ساعتها بيكسر عمود حديدي ضخم ومخصص للبناء وبيمسكه بسرعه وبيصوبه، وفي ساعتها بيرميه وبيجي في لحظتها قدام جهه وبيتخض وبيقلق وبيبص بقلق وبيقول ده بيحاول يحاصرني ويمنع انسحابي، ده بالشكل ده مش وحش عادي من الرتبه ايه. وبيبقى الشيطان السماوي ده جواه مخنوق وبيقول ايه المخلوق المثير للشفقه ده؟ هو انت غليت كام دوده علشان تاكلها بالظبط؟ من الواضح انك بطيء اكتر من وحش جريح كمان. بص الوحش ده بيستخدم اداه علشان يمنع انسحابك مش كده؟ ده بيخطط ان هو يحبسك في منطقته ويبلعك كلك على بعضك كده مره واحده. فبيتكلم جهه بقلق وبيقول انا مجرد مواطن عادي، انا لو مت فانت هتموت انت كمان. فبيتوب الشيطان السماوي ده من الملل وبيقول له بجد والله؟ طيب هل ده معناه اني المفروض اعلمك؟ فبيقول له جهه ايه؟ فبيكمل الشيطان السماوي بيقول من النهارده انت تحترمني وتتعامل معايا بشكل مختلف تماما لحد ما امشي من الجسم ده، ودلوقتي وطي. فبيوطي جهه وبيقدر يتفادى عمود الحديد زي ما شفنا قبل كده، وبيقول له ان هو يلف جسمه بسرعه لليمين، فبيقدر ساعتها ان هو يتفادى ضربه الوحش ومخالبه، وبيقول له وهو مش مصدق ايه ده انا قدرت اتفاداها. فبيكمل الشيطان السماوي ده وبيقول له مخالبه علقت في الارض، فيلا نكمل حوارنا اللي كنا بنتكلم فيه. انت من النهارده هتتعامل معايا على اساس ان انا ملك. وبيبقى جهه مازال مش مصدق وبيقول في دماغه حتى ولو دي مش روح فمن الممكن اني. وفي ساعتها بيرد جهه عليه وبيقول له انا هحترمك على طول من النهارده. فبيقول له الشيطان السماوي ده كلماتك مختصره زياده عن اللزوم. فبيكمل جهه وبيقول له وهسمع كلامك وهطيعك كمان. فبيبتسم الشيطان السماوي ده وبيقول طيب انا هعلمك تقنيه كده مناسبه ليك تقدر تعتبره شرف. وبيبقى قدامه الوحش ده بيظهر وشكله مرعب وبيقرب منه، وبيكمل الشيطان السماوي ده وبيقول له التقنيه دي اسمها خطوات بصمه الخمس عناصر. خلينا نبدا بالخطوه الثالثه، وبما انها المره الاولى ليك تجرب حاجه زي كده فخلي كل تركيزك على شعورك بالطاقه والمحيط حوالين جسمك، المكان اللي ما بيوصلوش البشر، الطاقه اللي بتقسم الميه وموجوده في الارض. وبيبقى جهه مستغرب وبيقول في دماغه انا حاسس بحاجه عند اطراف صوابعي فعلا، ده في طاقه ساقعه بتزيد كده، لا دي برودتها بتحرق احساسي بيها. وبيكمل الشيطان السماوي بيقول الطاقه دي دايما حوالينا لكنها طاقه البشر ما بيسعوش ليها، لما تحس بالخمس عناصر ساعتها الطاقه بتاعتك وطاقه المحيط بتاعك بيبقوا هما الاتنين واحد. وبيحس ساعتها جهه بطاقه فعلا حوالين جسمه وبيقول في دماغه ده في طاقه مش معروفه بتحرك جسمي، على الرغم انه المفروض احساس جديد عليا وغير مألوف قبل كده الا اني حاسس اني متعود عليه زي التنفس بالظبط. وبيكمل الشيطان السماوي بيقول له ده يبقى فن الحركه بالاتحاد مع الروح واللي اسمه خطوات بصمه الخمس عناصر. وبيقدر الوحش في اللحظه دي ان هو يفك ايده من الارض، وساعتها بينطلق ناحيته بسرعه جهه وما بيستناش عليه، وبيروح الوحش بسرعه ناحيه جهه هو كمان وبيجهز ايده وبيسدد عليه لكمه قويه، وساعتها بيضرب جهه الارض برجله وهو بيفكر وبيقول بس بالرغم من ده كله القوه دي مش بتاعتي انا. وبيقدر من الحركه اللي عملها دي ان هو ينط نطه كبيره خلته يطير حرفيا لفوق، وبينشم برجله وبينطلق بسرعه ناحيه الوحش ده، وساعتها بيقدر ان هو يعدي من الناحيه الثانيه وبيعدي الوحش هو كمان. ولكن جهه بيبقى عارف ان الموضوع لسه ما خلصش، وبيوقف نفسه على العربيه وبيقول له الشيطان السماوي حتى ولو انا علمتك الموضوع بشكل مباشر فانت برضه هتفضل تتعثر وتتكعبل كده. وبيبص الوحش ده وراه وبيتعصب من جهه، وساعتها بيقول له الشيطان السماوي خلينا نروح يلا تاني بس المره دي هنبدا بالخطوه الرابعه. فبيحس جهه بالقوه دي اكتر وساعتها بيقول له هي القوه دي بتاعتك؟ فبيتعصب الشيطان السماوي من كلامه وبيقول له قوتي؟ خطوات بصمه الخمس عناصر دي تقنيه انا اتقنتها لما كان عندي 5 سنين، ودلوقتي وبعد ما علمتها لك انت جاي تقول انها قوتي انا؟ فبيسكت جهه وبيضحك وهو مش فاهم. وبيكمل الشيطان السماوي ده كلامه وبيقول له التقنيات دي تعتبر مجرد مساعده بسيطه بس في تجميع الطاقه، الوعاء بقى اللي بيستقبل وبيحبس الطاقه دي وبيستخدمها هو جسمك بكل بساطه. فبيقول له جهه باستغراب بس انا جسمي ما يقدرش ان هو يحتوي طاقه ارواح، انا خسرت تقييم الموهبه بتاعتي من ايام طفولتي، وده معناه اني مجرد مواطن عادي بدون اي قوه اقاتل بيها الوحوش. وبنشوف جهه وهو صغير لما بيشوف نتائج الفحص ده وبيبقى محبط وزعلان من اللي بيشوفه، وبيكمل وبيقول فعلشان كده القوه اللي بتحرك جسمي دلوقتي هي بالتاكيد بتاعتك انت مش بتاعتي انا. فبيقول له الشيطان السماوي غبي مثير للشفقه، العناصر الخمسه دي هي مجرد طاقه جايه من الطبيعه، والبشر يعتبروا جزء من الطبيعه برضه من البدايه. اصلا لو البشر اتمرنوا بشكل كويس فساعتها هم مش هيحتاجوا انهم يستعيروا القوه دي من الارواح او ايا يكن. القوه اللي جسمك حاسس بيها دلوقتي دي تم ايقاظها بس عن طريق خطوات بصمه الخمس عناصر، ده احساسك انت بس ودي طاقتك انت. وبينط ساعتها الوحش بكل سرعه عليه وهو واقف بيتكلم مع الشيطان السماوي، وبيكمل وبيقول له فعلشان كده ثق في اللي جسمك حاسس بيه. وبيقول جهه وهو مستغرب دي مش قوه روح ولكن دي قوتي انا.
بعد ما انا اتخرجت من الثانوي انا اشتركت في الخطوط الاماميه كمقاتل خاص، وده كان بسبب اني ما قدرتش استسلم وفضلت املا اني ابقى بطل واني احصل على تقييم موهبه. انا كنت بحسب اني خلاص ما قدرتش اني الاقيها هناك، لكن لو حتى بدون قوه الارواح وانا عندي القوه اني احارب واقتل ضد الوحوش، فساعتها انا فعلا اقدر اني اكون بطل. وبيقدر في اللحظه دي جهه من انه يتفادى هجوم الوحش ده عليه، وبيلف بسرعه وبينط ناحيه الوحش ده وبينزل برجله في ساعتها ناحيته، وبيقرر جهه ان هو اللي هيهاجم بقى بدل التفادي ده كله، وبيديله ضربه قويه جدا بتوقعه وبتهبد الوحش ده في الارض وبتكسرها. ولكن الوحش ده ما بيهداش وبيمسك عربيه من الموجودين وبيرفعها وبيرميها بسرعه ناحيه جهه، وبيتكلم الشيطان السماوي وبيقول له ال5 عناصر دلوقتي انت عملتها. وبيبقى جهه بيفكر في دماغه وبيقول لو ده فعلا الشيطان السماوي فمن الممكن ان هو يقدر يخليني ان انا ابقى بطل فعلا، لان المفروض قبل كده بدون تقييم موهبه فانا المفروض ما كنتش هقدر اني اواجه وحش زي ده، انا ما كانش هيبقى ليا اي فرصه قدامه. وبينطلق جهه من فوق العربيه اللي اتحدفت عليه وبيروح بسرعه ناحيه الوحش بغضب وبيديله برجله في وشه عند عينه، وبيصرخ الوحش وعينه بتوجعه وبيبعد وبيحط ايده على عينه من قوه ضربه جهه. ولكن جهه ما بيبقاش عامل حساب الهبوط بتاعه وبينزل على رجله نازله غلط فبتتصاب وبتتكسر وبتوجعه وبيصرخ. وبيبقى الشيطان السماوي شايف الكلام ده من جواه وبيقول ده ايه الجسم الكحيان بتاعك ده اضعف من جسمي لما كان عندي 5 سنين قبل كده. وبيقف الوحش ده بكل عصبيه قدامه بعد ما جهه صفاله عينيه، وبيقوم جهه وبيسند نفسه وهو مستغرب وبيقول هو الموضوع كل ده لسه ما خلصش. ولكن بيقول له الشيطان السماوي خلاص بطل صياح، الموضوع انتهى. وبيبقى بالفعل في حد بينشن على الوحش بالقناصه بتاعته وبيضرب طلقه بسرعه والوحش مش واخد باله، وبتيجي في نص دماغ الوحش وبتقتله في ساعتها وبيوقع وبيموت الوحش ده على كده. وبيبقى القناص ده تم تصويره في اللقطه اللي عملها دي، وبيرفع القناصه بتاعته وبينبهر الناس باللي عمله وبيبقوا فرحانين بيه، وبيرفع ايده وبيحييهم وبيسلم عليهم في وسط هتافات الناس وفرحتهم بيه. وبيجي حد من الاسعافات وبيساعد جهه علشان يسنده بسبب رجله اللي اتكسرت. وبيبقى الشيطان السماوي قاعد متضايق وبيقول يبقى هم دول بقى اللي اسمهم ابطال؟ انت اتاخرت اكتر مما كنت متوقع، وايه اللي مخليه فخور قوي كده؟ وبيرفع ايده وبيحيي الناس بالمنظر ده. فبيتكلم جهه وبيقول له انا عرفت انجو الحمد لله وكل ده بسبب مساعدتك. فبيقول له الشيطان السماوي انت ما زلت احسن من الشخص ابو قناصه ده الصراحه، من بصه كده الواحد يقدر يعرف ان هو ما عندوش اي مهارات اساسا، ده كان زمانه دمي التدريب لو كان موجود في المدرسه بتاعتنا. فبيتكلم جهه وبيقول ايه ده، انا كنت بحسب ان الشيطان السماوي ما بيفكرش غير في نفسه بس، وبعدين بصراحه انت صوتك مزعج الى حد ما. فبيتعصب وبيقول له من الواضح اني كنت المفروض اسيبك تموت ساعتها. ولكن بيتكلم جهه بجد وبيقول له بس انا عارف ان الكلام ده حقيقي، وبيفتكر الذكريات اللي كان شافها من دماغ الشيطان السماوي دوت، وبيقول في دماغه في الاغلب الشيطان السماوي اقوى من كل الابطال اللي انا معترف بيهم ومعجب بيهم، ده في الاغلب قوي جدا اقوى من اقوى بطل موجود لحد دلوقتي. لو اللي جواي ده هو انت فعلا فده معناه انك تقدر تاخدني لافاق اعلى بكتير من اللي كنت متخيلها. فبيتكلم الشيطان السماوي ده وبيقول انت بقى كنت بتقول دلوقتي ان صوتي مش عاجبك ها؟ فبيقول له جهه بقى لا خالص، انا كان قصدي هو اني لاحظت دلوقتي عظمه فخامه الشيطان السماوي. وبيبقى جهه في المستشفى وبيتعالج بسبب اصابته، وبيروح للراجل العجوز اللي انقذه وبيقول له شكرا جدا ليك، انا كان زماني تقريبا ميت دلوقتي وما كنتش هقدر اشوف حفيدتي لولا مساعدتك ليا. فبيقول له جهه انت بتقول ايه بس يا جدي، ده واجبي، ارفع راسك بس مفيش حاجه خالص، انا كنت بنقذ نفسي معاك برضو. وبيتكلم الشيطان السماوي وبيقول بعد كل الارشاد اللي انا ارشدته لك ده وفي الاخر انت الشخص اللي بيحصل على كل الشكر في النهايه. وبيضحك جهه في دماغه وبيبقى فرحان من كلام الراجل الكبير، وبيبقوا الناس في المستشفى وباقي المرضى ماسكين موبايلاتهم، وفي الوقت ده بتيجي حفيده الراجل وبتبقى خايفه عليه وبتعيط وبتجري عليه بسرعه وبيسلم عليها جدها وبيبقى فرحان بيها وبيطمنها عليه وانه بخير خلاص ومفيش اي حاجه، وبيمسح لها دموعها. ولكن البنت دي بتاخد بالها من جهه وبتتكلم وبتقول ايه ده عمو، انا شفتك انت البطل اللي كان طالع في الفيديو على اليوتيوب مش كده؟ وبتوري له الفيديو في التليفون وبيبص جهه باستغراب وبيقول في دماغه يوتيوب. ولما بيشوف بيلاقي ان القتال اللي كان بيحصل بينه وبين الوحش الاخضر ده متسجل، وبتقول له البنت انا شفت الفيديو بتاعك وانت بتنقذ جدي والناس كلها شافوا الكلام ده برضه، شكرا جدا ليك بجد، شكرا انك انقذت جدي. وبينحني ساعتها الجد بكل احترام تاني لجهه هو وحفيدته وبيتحرج وبيبقى مش عارف يقول لهم ايه. بيتكلم الناس اللي معاهم في المستشفى برضه وبيقولوا الشخص ده هو البطل اللي كان موجود في الفيديو. فبيقول له التاني انا شفته برضه، ده كان الشخص ده فعلا، وبيسقفوا له وبيقولوا له انت فعلا بطل حقيقي، شكرا ليك بجد. وبيبقوا الناس فرحانين بيه وبيقولوا له انت شجاعتك فعلا حاجه تخلي الناس فخوره بيك. وبيتحرك جهه من كل الكلام الحلو ده وبيبدا يفرح من جواه بعد ما كان مهمش قبل كده، وبيقول في دماغه ممكن يعني ان الواحد يستحق شويه شكر في النهايه. وبيبقى الشيطان السماوي جواه بيقول انا عمري ما شفت الاشخاص دول اللي بيتكلموا كلام كتير من غير ما يدفعوا الديون اللي عليهم ويردوا جمايلهم. فبيقول له جهه ليه بس مالك فيه ايه؟ هو الشيطان السماوي اتخان قبل كده كتير ولا ايه؟ فبيتعصب الشيطان السماوي وبيتضايق وبيسكت وبتخلص الاحداث على كده. وبعد كده بيبقى جهه نايم وبيفكر وبيقول في دماغه انا وعدت امي اني هبقى بطل مذهل في يوم من الايام. فبيتعدل جهه وبيقعد على السرير برجله متجبسه وبيفكر وبيقول ايه ده، هو ده كان حلم؟ وبيقول في دماغه الواحد ما زال مش حاسس ان الموضوع حقيقي، انا مش قادر اصدق اني هزمت الوزن الاخضر ده كله بنفسي. فبيتكلم جهه وبيقول يا شيطان يا سماوي انا عندي سؤال. فبيقول له ايه هو؟ فبيتكلم جهه وبيقول له هل انا كمان اقدر اتعلم فنون القتال؟
فبيتكلم الشيطان السماوي وبيقول له هو انت شايف انك اتعلمت خطوات بصمه ال5 عناصر علشان تستعرض نفسك؟ يعني انت بالفعل اتعلمت فنون قتال اهو. فبيقول جيها في دماغه انا لما كنت طفل تقييم موهبتي اختفى، ولما بقيت عندي 20 سنه انا نجوت وانا كنت على شفا حفره من الموت في الخطوط الاماميه ساعتها. وبنشوف جيها وهو عمال بيهاجم بالمسدس بتاعه على الوحوش وبيتفاداها وبيهرب منها، وبيقول في دماغه لنفسه ساعتها باحباط انت مستحيل تبقى بطل، استسلم بقى وخلاص، تقييم الموهبه بتاعك اختفى مره واحده ومش هيرجع تاني. وبيعض الذئاب اللي بيواجهها وبيقول انا كنت بحسب ساعتها ان خلاص ما بقاش في اي امل تاني، لكن دلوقتي. فبيتكلم جيها وبيقول يا ايها الشيطان السماوي انا عندي طلب. وبيفكر وبيقول في دماغه يمكن دي هي فرصتي الاخيره علشان ابقى بطل. وبيكلمه ساعتها وبيقول رجاء علمني فنون القتال. وبيندفع شويه طاقه من جسم جيها وهو بيتكلم بحماس كده، وساعتها بيحس الشيطان السماوي بالكلام ده وبيقول في دماغه هو ده ضربات قلب جيها. فبيتكلم الشيطان السماوي وبيقول انا كنت ناوي كده كده اني اعلمك الدفاع عن النفس بما انها هتبقى مشكله يعني لو انت مت وكده. فبيقول له جيها بس الدفاع عن النفس مش هيخليني اوصل للي انا عايزه، انا عايز ابقى اقوى، انا لازم ابقى بطل، انا عندي وعد لازم احققه، وعد يستحق اني اضحي بحياتي علشانه. فبيقول له الشيطان السماوي وعد؟ انت قصدك على الوعد اللي انت قلته لاهلك ده؟ طيب وانا مالي يعني انا بالكلام ده؟ فبيقول جيها في دماغه الشيطان السماوي بيتشارك مع ذكرياتي ماضيه مش سبب كافي للشيطان السماوي ان هو يعلمني فنون القتال، مش كده؟ فبيتكلم جيها وبيقول له بس انا لو بقيت بطل فده ممكن يكون المفتاح علشان تقدر ترجع للعالم بتاعك. فبيقول له الشيطان السماوي ليه يعني؟ فبيتكلم جيها وبيقول انا مؤمن ان الموضوع كله جاء من دايره الاستدعاء السحريه اللي كانت موجوده في الزنزانه دي، والنظريات المتعلقه بدايره الاستدعاء اما موجوده في الاكاديميه العسكريه او في منظمه بحوث مخصصه. فبيقول له الشيطان السماوي يعني انت بتقول انك محتاج المؤهلات علشان تبقى بطل وتدخل المكانين دول يعني؟ فبيقول له جيها انا مش متاكد بس في الوقت الحالي دي هي الطريقه الوحيده اللي جت في بالي. فبيفكر الشيطان السماوي وبيقول اني اعلمك علشان توصل للمستوى اللي دخلك الاكاديميه العسكريه فدي مهمه سهله جدا بالنسبه لي، لكن على الرغم من ده لو انت عايز قوه اعلى من دي واللي هي القوه اللي هتخليك قادر انك تحافظ على وعدك القديم مع اهلك، فانا عايزك تديني دليل او خطه مكتوبه ان ازاي انا وانت هنقدر نرجع لحالتنا قبل كده. فبيقول له جيها باستغراب دليل؟ فبيكمل الشيطان السماوي وبيقول له لو انت تجاهلت الرابطه بتاعتنا بعد ما تحقق هدفك فساعتها مش هيبقى في طريقه اني اضمن بيها نفسي بعد كده، فعلشان كده مقابل دليل واحد انا هدي لك واحد من فنون القتال الجامده. فبيقول جيها في دماغه انت بتحاول انك تامن نفسك في ثقتك فيا؟ فبيتكلم جيها وبيقول له خلاص ماشي انا هخاطر بكل شيء علشان الاقي طريقه او دليل تضمن بيها انها تبعت الشيطان السماوي تاني للعالم بتاعه. فبيقول له خلاص ماشي كلام رجاله. فبيرد عليه جيها وبيقول له عيب عليك كلام رجاله. وبيكون جيها حاطط اكل في الميكروويف وبيخلص وبيطلعه وبيحطه علشان يبدا ياكله، وبيكلمه الشيطان السماوي وبيقول له طيب ايه هي الخطه بقى؟ انت قلت اني هعلمك فنون القتال، لكن مش برضو الاكاديميه العسكريه بتطلب رتبه بطل واللي المفروض يكون عامل تواصل مع روح، وانت عارف ان انا مش روح في النهايه. فبيقول له جيها اثبات انك روح او لا مش بالاهميه دي، المهم هو التصنيف هو اللي بيسمح لك انك تدخل الاكاديميه العسكريه. فبيقول الشيطان السماوي هو كان نجمتين مش كده؟ فبيرد جيها وبيقول له ايوه مفيش الكثير من الطلاب اللي اقل من 18 سنه بتصنيف نجمتين، فعلشان كده ده المفروض هيبقى كافي، ولو 3 نجوم فده هيخليك مقبول كواحد من اعلى الطلاب. فبيقول له الشيطان السماوي طيب يبقى ده معناه ان المفروض يكون هدفي اخليك تبقى 3 نجوم علشان نبقى في الامان؟ فبيقول له جيها انا شايف كده برضه، لان وفقا لعمري وسني دلوقتي فانا محتاج تصنيف مغري علشان يقروا بيا ويعترفوا بيا، بس خلي بالك تقدير التصنيف يبقى في شهر نوفمبر فبكده فاضل 6 شهور، هل انت شايف انه ممكن ابقى 3 نجوم فعلا؟ وبيبقى الشيطان السماوي ده مستمتع باحساس الوجبه من جيها وبيقول له انت عايز تسحبني لايه بالظبط؟ فبيقول له جيها طيب مع ملك فنون القتال بجانبي فاكيد مفيش شيء مستحيل مش كده؟ فبيقول له الشيطان السماوي خلاص كفايه مجاملات، انا بحثت بالفعل على طرق علشان تطور بسرعه جسمك الكحيان ده، وانا توصلت ان خلط الكوي الصالحه مع الكوي الشيطانيه هيكون ده الطريق اللي هنمشي فيه. في العالم ده في طاقه كوي صالحه وطاقه كوي طبيعيه وطاقه كوي شيطانيه. الكوي الصالحه بتبني وبتطور ببطء لكن بثبات وبقوه وبتوصل لآفاق ونطاقات كبيره، والكوي الشيطانيه بتبقى طريقه سريعه علشان توصل لنطاق محدد في وقت قليل، فلو انت اتعلمت الاثنين فانت اما هتتشل او هتبقى راجل مجنون. فبيقول جيها باستغراب انت بتحاول تخليني ابقى راجل مجنون دلوقتي؟ فبيرد عليه الشيطان السماوي وبيقول له وايه اللي انا هستفيده يعني لما انت تبقى راجل مجنون؟ مش فاهم. اقعد بس في وضعيه اللوتس، انا هعلمك طريقه قلب جديد واللي بمكر هتخلط القوتين دول. طريقه القلب دي المفروض معروفه باسم طريقه القلب الابيض والاسود. فبيقول جيها باستغراب طريقه القلب الابيض والاسود؟ هل انا فعلا اقدر اعمل كده؟ فبيرد عليه الشيطان السماوي وبيقول له مش مهم اذا كنت انت قادر على ده ولا لا، ولكن دي ضروره ولازم تحصل. اقعد بس في وضعيه اللوتس زي ما قلت لك، انا هعلمك اختام الايد الاول، احفظهم كويس بدون ما تنسى اي حركه. فبيقول له جيها بس يعني انا رجلي مكسوره وكده. فبيقول له الشيطان السماوي خلاص مدد في السرير. فبيتعدل جيها وبيمدد في السرير وبيفرد ايده ورجله، فبيتعصب عليه الشيطان السماوي وبيقول له ما تفردش ايدك ورجلك بالمنظر ده، هو انا هعمل لك مساج؟ حط ايدك على بطنك باحترام. فبيقول له حاضر اهو.
وبيكمل الشيطان السماوي بيقول طيب اقفل عينك بقى، ختم الايد ده المفروض يتحفر مش بس في ذاكرتك ولكن كمان في جسمك وعقلك. وبيبص جهه وبيبقى شايف نفسه في مكان مليان بنقوش واختام بالهبل، وبيقول في دماغه المكان هنا ضلمه بس انا حاسس كاني انا عارف انا ماشي فين بالظبط. وبيكمل الشيطان السماوي بيقول علشان تحفر ختم الايد في عقلك وجسمك فده معناه ان ختم الايد هيبقى عقلك وجسمك بالفعل. وبيقول جهه في المكان ده انا قادر احس فعلا بالكلام ده، موجود نهايه ختم الايد. وبيقول له الشيطان السماوي ختم الايد ده هيخدمك كوعاء علشان يحتوي الطاقه في جسمك. وبيكمل رسم نقوش وتظبيط كذا حاجه وبيقول له انا هكون دانتيان دلوقتي، وبيبقى دانتيان ده هو مركز الطاقه وبيبقى موجود عند البطن. وبالفعل بتتكون دانتيان في جسم جهه وبتضيء وبتنور، وبيبقى جهه كل ده ممدد ونايم وبيكون حاسس بدانتيان اللي اتكونت جواه في بطنه، وبيتعدل على السرير وبيقول انا حسيت بلسعه بسيطه دلوقتي، في حاجه فعلا تم انشائها في بطني. فبيقول له الشيطان السماوي دي يا سيدي طريقه القلب الابيض والاسود، بكده طريقه القلب اخذت مكانها فيك. طريقه القلب دي بتخليك تحصل على خاصيتين، الاولى الا وهي طبيعه امتصاص الطاقه واللي هي مشتقه من طريقه النمو الشيطانيه، بمعنى تاني هي بتمتص الطاقه السحريه من الوحوش بخصائصها الظلاميه. وبنشوف بالفعل طريقه امتصاص الطاقه دي على طريقه النمو الشيطانيه. فبيساله شيها وبيقول له بس هل ده عادي؟ الطاقه السحريه تعتبر مميته للبشر. فبيقول له الشيطان السماوي ايوه طبعا، ده مش حاجه كويسه اكيد، اي حد بيجرب الكلام ده بيتحول وبيبقى راجل مجنون. فبيتخض جهه وبيقلق من الكلام ده، ولكن بيكمل الشيطان السماوي وبيقول لكن بالرغم من ده فبالخاصيه الثانيه من طريقه القلب الابيض والاسود فالموضوع بقى بيتظبط. طبيعه طريقه النمو الصالحه بتبقى بتنقي الطاقه السحريه وبتحولها لطاقه نقيه، وساعتها بيفهم جهه وبيقول في دماغه وده معناه ان الطاقه النقيه دي هتبقى قوتي الداخليه. فبيتكلم وبيقول طيب يبقى الاول انا محتاج اني الاقي وحوش بخصائص ظلاميه مش كده؟ فبيقول له الشيطان السماوي هل في طريقه علشان نلاقي واحد؟ فبيقول جهه في معمل في شركه داتسريل واللي بتبحث في الوحوش، لكن فبيستغرب الشيطان وبيقول له لكن ايه؟ فبيقول له جهه وفقا لطبيعه الوحوش بخصائص ظلاميه فمش سهل انك تحصل على جثثها واجزاء من جسمها، ولو هم تعرضوا لكميه معينه من الضوء فساعتها مش هيتبقى اي جزء من الجثه وكلها هتتحلل وتدوب تماما. وبيرن تليفونه وبيبقى من شركه داتسريل وبيكون الرئيس كانج جينو. فبيبتسم جهه وبيقول بس طبعا لو انت حابب انك تدفع السعر المظبوط فانت تقدر تحصل على اي كميه انت عايزها. المهم بيعدي في حدود اسبوع بعد الموضوع ده وبنروح لشركه داتسريل وبيبقى جهه قاعد هناك ورجله مربوطه وبيكون متكوم عليه شغل الاسبوع اللي كان قاعده اجازه في البيت بسبب رجله. وخلال الوقت ده بيجي قائد الفريق وبيقول اهلا مين جهه؟ فبيسلم عليه جهه وبيقول له اهلا قائد الفريق، انت خلصت رحله امريكا؟ فبيحط قائد الفريق قدامه صندوق كده وبيقول له حتى على الرغم من خاصيه امتصاص الضوء في الخشب الاسود الا ان ده هو نفس الشيء للوحوش صاحبه الخصائص الظلاميه. وبيبقى ده هو قائد فريق التحقيق لشركه داتسريل. وبيكمل وبيقول علشان ندرس العلاقه بين الاتنين دول فاولا ايوه مش محتاجين غير نقطه واحده بس. فبيتكلم جهه وبيسال عن اللي هو محتاجه وبيقول طيب انا مش متاكد لكن هل في الكثير من الجثث لوحوش ظلاميه؟ فبيقول له قائد الفريق في 30 جثه بس او اقل كلهم مع بعض، دي 1 مليار يا جهه، انت حقيقي مش عارف اي حاجه؟ فبيستغرب منه جهه وبيفتكر لما كان قاعد مع المدير التنفيذي للشركه وبيقول له ايه ده واحد بس؟ فبيقول له جهه سياده الرئيس الوحوش بخصائص ظلاميه ممكن يحصل لها اكسده اثناء البحث، وقائد الفريق قال برضو الموضوع ده لو احنا عرفنا نكتشف السر في الخشب الاسود ده فساعتها احنا هنقدر نعيد الحصول من جديد على الصداره في الصناعه وده مش هيبقى مجرد حلم. وبنرجع تاني للوقت الحالي وبيمشي جهه ومعاه الصندوق في ايده وبيكون قال له قائد الفريق انا بالفعل اعلمت فريق الطب الشرعي اننا طلبنا عينه واحده بس، انت تقدر تروح وتتاكد من الجثه وبعدها تخلص الكلام مع قائد فريق الطب الشرعي. وبيبقى جهه ماشي وبيفكر وبيقول قائد الفريق طلع قادر على تولي مسؤوليه الوضع اكتر مما كنت متخيل الصراحه. فبيمشي جهه وبيستخدم الكارت بتاعه علشان يفتح المعمل وبيتفتح وبيدخل بالفعل، وبيبقى شغل فريق الطب الشرعي مختلف تماما عن الشغل بتاعه، وبيبقى كل واحد فيهم مشغول بالعينات اللي معاه وفي منهم اللي بيشرح جثث وفي منهم اللي بيفحص حاجات تانية. وبيسلم قائد فريق الطب الشرعي لشركه داتسريل عليه وبيقول له جهه انت جيت اخيرا. فبيقول له صباح الخير يا قائد الفريق. فبيرد عليه قائد فريق الطب الشرعي وبيقول زي ما هو متوقع مفيش اي حد عنده حدس قوي زي نائب القائد من جهه من فريق التحقيق. فبيديله جهه مشروب وبيقول له خد اشرب ده وجمع شويه طاقه. فبياخده منه قائد فريق الطب الشرعي وبيخلص له الشغل وبيقول له هناك في مجموعه كبيره من الجثث متسابه من بحث امبارح، ادوات التشريح موجوده جوه برضو، لو الموضوع صعب جدا عليك لوحدك قول لنا بس واحنا هنساعدك. وبيفتح له قائد فريق الطب الشرعي المخزن اللي حاطين فيه الجثث وبيقول له جهه انا بشكرك على مساعدتك يا قائد الفريق، انت كمان ارتاح شويه وما تقلقش انا هتولى مسؤوليه الوضع ده. وبيبدا جهه يدخل بالفعل للمخزن المظلم ده وبيبقى فيه عينات بالهبل لجثث وحوش ظلاميه، وبيقول جهه في دماغه كل دول يبقوا جثث وحوش بخصائص ظلاميه من الرتبه دي. فبيبدا يتكلم بقى مع الشيطان السماوي بعد ما عرفوا يوصلوا لهدفهم وبيقول له ايه رايك في الطاقه السحريه بتاعتهم؟ فبيقول له الشيطان السماوي الطاقه السحريه للكائنات الميته تعتبر 1/10 من الطاقه السحريه للكائنات الحيه، لكن عددهم كافي ان هو يكون طاقه حلوه ويجمعهم في الدانتيان بتاعتك. انت حافظ الخطوات اللي هتعملها اللي كنت قلتها لك مش كده؟ فبيقول له جهه ايوه طبعا. فبيكمل الشيطان السماوي بيقول قبل ما رجلك تخف بشكل كامل ركز على تكوين بذره القوه جواك.
فبيبدا جيها بالفعل في الخطوات وبيغمض عينه وبيقول في دماغه علشان اكون البذره انا محتاج الاول اني احس بالطاقه السحريه، وبعد كده ارشد الطاقه دي من خلال اوعيه الطاقه بتاعتي علشان اقدر اثبتهم في الدانتيان، واخر خطوه هي ترميم ومعالجه الطاقه السحريه وتجميعهم وتصليبهم في بذره جوايا. وبالفعل بيبقى جيها مركز كل تركيزه على محيطه وعلى الخطوات اللي بيعملها، لدرجه ان هو بيبقى مركز حتى على نقطه العرق اللي بتقع من وشه، ولما بتقع على الارض بتتشقق وبتتكسر. فساعتها بيستغرب جيها وبيفتح عينه، فبيساله الشيطان السماوي وبيقول له انت وقفت ليه؟ فبيرد عليه جيها وبيقول هل انا سمعت صوت حاجه بتتكسر؟ فبيقول له الشيطان السماوي ايه الكلام اللي ملوش معنى ده ما عداش حتى نص ساعه من ساعه ما غمضت عينيك. فبيقول له جيها انا شفت طاقه، كانت طاقه بيضه صالحه. فبيستغرب اكتر الشيطان السماوي وبيقول طاقه بيضه؟ يبقى انت بتقولي انك بالفعل حسيت وعالجت الطاقه السحريه؟ فبيحط جيها ايده على احد الجثث الموجوده في المخزن، وبيبقى الشيطان السماوي ما زال مش مصدق وبيقول هو انت فعلا انشاتها في دقيقه واحده؟ حاجه زي كده المفروض في الوضع الطبيعي بتاخد على الاقل اسبوعين. وساعتها بيستخدم الشيطان السماوي طاقته وبيعمل فحص في جسم جيها، وبيلاقي فعلا بذره القوه جواه، وبيتصدم وبيقول بذره؟ انت بتهزر. فبيتكلم جيها وبيقول انت حسيتها مش كده؟ ليه حاجه سهله وبسيطه زي دي تاخد اسبوعين يعني؟ مش فاهم، رجاء قول لي الخطوه اللي بعدها بسرعه. فبيبقى الشيطان السماوي ساكت وبيفكر، فبيحاول جيها يتحايل عليه اكتر ولكنه ما بيردش عليه برضه. فبيساله جيها بقلق وبيقول له هو انا عملت حاجه غلط ولا ايه؟ المهم بيعدي الوقت بعد الموضوع ده وبنروح لسطح شركه داتسريل، وبيبقى جيها واقف فوق وبيبقى بيخرج منه طاقه وبيفكر وبيقول الموضوع اخد اكتر من ساعه علشان امتص كل الطاقه السحريه. قبل الامتصاص الطاقه السحريه كانت ظهرت كطاقه لونها اسود، لكن بعد ما تم امتصاصها هي اتحولت لطاقه لونها ابيض، ودلوقتي البذره بتكبر اكتر واكتر وانا قادر احس بالطاقه منها برضه. الموضوع هيبقى بجد جامد لو انا قدرت احرك القوه دي زي ما انا عايز. وبالفعل بيحرك جيها الطاقه دي ناحيه ايده وبيحس بيها، وبتبدا تتجمع اكتر وبيحس بكره طاقه بيضه كده، فبيقفل ايده عليها وهو مش فاهم ايه ده بالظبط. وبيبقى الشيطان السماوي بيفكر وبيقول في مقولتين في العالم ده بيتم تقييم الشخص على اساسهم، واحد بيكون عنده غريزه عاليه وواحد بيكون موهوب. الشخص الموهوب بيتقسم ل3 انواع، ومن بينهم الاشخاص دول اللي بدون موهبه لكن عندهم شخصيه كويسه، والنوع ده بيبقى اسمه الشخص الفاضل. مين جيها اكيد من النوع الفاضل ده، لكن بالرغم من ده الشخص ده كان اسرع في انشاء البذره اكتر من تلميذي الاول. فبيتكلم جيها وبيقول يا شيطان يا سماوي بص على دي كده، لما انا حفزت اوعيه الطاقه بتاعتي انا بقيت قادر على تحريك الطاقه بحريه. فبيسكت الشيطان السماوي وبعدها بيقول له هو انت امتى بدات تعمل كده؟ فبيقول له جيها لسه يا دوب دلوقتي حالا، انا قلت اجربها بس ونفعت. فبيبدا يتكلم الشيطان السماوي بجديه وبيقول له هو انت بتستهزئ بيا دلوقتي ولا ايه؟ وبيفكر وبيقول في دماغه الموضوع اخد من تلميذي الاول 3 ايام علشان يكون قادر على تحفيز اوعيه الطاقه وتحريك الطاقه جواها، والشخص ده عمل الكلام ده كله في كام ساعه بس، وكمان قدر ان هو يحرك الطاقه من خلال جسمه كله. ده حقيقي شيء جنوني. فبيتكلم جيها وبيقول طيب هل بكده الدرس بتاع النهارده خلاص؟ ولكن في الوقت ده بيجي قائد فريق التحقيق وبيسلم على جيها وبيديله مشروب يشربوه سوا، وبيقول له انت كنت مستنيني كل ده؟ انا اسف معلش. فبيقول له جيها لا خالص انا لسه جاي هنا من شويه برضه. فبيقول له قائد الفريق طيب امتى بقى انت هتبدا تكتب وثيقه التسجيل بتاعتك؟ فبيستغرب جيها وما بيفهمش هو قصده على ايه بالظبط. فبيقول له قائد الفريق انا شفت الفيديو على اليوتيوب، انت بالفعل عملت تواصل مع روح بطوليه مش كده؟ روح في سنك ده انا حقيقي غيران، دي حاجه تحزن. فبيقول له جيها انا كنت ناوي اقول لك برضه. فبيكمل قائد الفريق وبيقول انسى الموضوع، انت كنت عايز تكون بطل اكتر من اي حد تاني انا اعرفه، وكل الناس في شركتنا عارفين الموضوع ده، ودلوقتي بما ان الموضوع وصل لده فاحرص بقى انك تنجح وتحقق حلمك يا جيها، انت لازم تنجح. فبيقول له جيها بحماس شكرا ليك يا قائد الفريق. ولكن بيكمل قائد الفريق وبيقول ولكن قبل ده انت محتاج انك تتعامل مع اللي انت قلته للمدير التنفيذي ساعتها مش كده؟ فبيقول له جيها ايه ده انت سمعت برضو عن الموضوع ده انت كمان؟ وبيقعدوا يحكوا مع بعض هما الاثنين عن الموضوع ده. وبيفتكر جيها جزء من ماضيه لما كان شغال في خطوط القتال الاماميه، وبيبقى مصاب وبيبقى محاصر من الوحوش من كل ناحيه، ولكن بيسمع حد بيقول له قوم يا مين جيها. فبيبص قدامه بيلاقي الكولونيل، فبيتكلم وبيقول له مش انت قلت انك انضميت علشان عايز تبقى بطل؟ وبيبقى ده مواطن مميز في الخطوط الاماميه القائد كيم بانهو، وبيهاجموا الوحوش عليهم بسرعه، ولكن ما بيستسلمش القائد وبيضرب عليهم نار وبيقول الاستسلام ده حاجه انت تعملها بعد ما تموت مش دلوقتي. وبيقدر بالفعل يوقف الذئاب دي، ولكن في واحد من وسطهم بيقدر يوصل له وبيروح ناحيته بكل غضب بسنانه الحاده، وبيبقى جيها شايف الكلام ده قدام عينه، فبينطلق بسرعه وبينقذ القائد وبيسحبه لورا بعيد عن الوحش. ولما بيقعوا هما الاثنين بيلاقي جنبه مدويه، فبياخدها بسرعه وبيمسكها وبيضرب بيها نار على الوحش بغضب وبيقول انا ما عنديش اي نوايا للاستسلام حتى وانا بموت. وبنرجع للوقت الحالي وبنلاقي جيها ماشي في زنزانه عنصر ظلامي من التصنيف اف، وبتبقى دي زنزانه تعليميه، وبيقول جيها انا ما توقعتش اني اقدر ادخل بالسرعه دي. وبيبقى المتدربين اللي معاه بيقولوا له سيدي انت بتعمل ايه؟ يلا بسرعه بالمعدل ده احنا الوقت هيخلص مننا. فبيقول لهم ايوه معلش. وبيقول في دماغه ما كانش قدامي حل تاني، في النهايه في حدود في الاول وفي الاخر للكميه اللي انت تقدر تمتصها من الجثث الميته. الى جانب ده دي بوابه انا دخلتها بعد ما سالت الكولونيل على مدى صعوبتها. وبيكون جيها اتكلم مع الكولونيل وبيقول له ساعتها انت عايز تدخل بوابه ظلاميه؟ الموضوع صعب، لكن طالما ده علشانك انت فانا هساعدك. وبالفعل بيمشي جيها في الزنزانه دي مع باقي الافراد، وبيتكلم قائد المجموعه دي وبيقول لهم لو انتوا معاكم قنابل ضوء كافيه
فساعتها زنزانه العناصر الظلاميه هتكون امنه اكتر من باقي الزنازين. انتوا هتتبعوا الدعم مني ومن جيها، احنا هنروح لمنطقه التدريب دلوقتي. وبيقول جيها في دماغه انا بالفعل بدات في التدريب مباشره على فنون قتال جديده بعد التسجيل في الغاره دي، لكن كل ما بتدرب اكتر كل ما قوتي بتتوزع على جسمي بشكل افضل. يا ترى ايه السبب لده؟ لو انا معرفتش السبب فانا محتاج اني اكتشف الكلام ده بنفسي. وبيبقى وهو ماشي بتظهر طاقه ظلاميه في المكان ومن الجدران، فساعتها بيقف جيها وبيفكر وبيقول في دماغه لكن هو ليه في طاقه سحريه بالقوه دي موجوده في غاره من الرتبه اف؟ وبيبدا يحلل الاماكن اللي جاي منها كل الطاقات دي، وبيقول في دماغه 2 من الجانب الايمن و5 من قدام و3 من الجانب الايسر. فبيتكلم جيها وبيقول لهم هم جايين. فبيركز معاه قائد الفرقه وبيقول ايه، ولكن بيبص قدامه وبيلاقي فعلا هجوم من ذئاب ظلاميه قدامهم. فبيقول لهم بسرعه كلكم اتراجعوا لورا. وبيروح جيها بسرعه هو كمان وبيضرب بايده واحد من الوحوش دي وبيدافع عن الناس اللي معاه. وبيقف برضه قائد فرقه الدعم وبيطلع من معاه مسدس، وبيركز جيها وبيلاقي ان الذئب اللي ضربه ده ما زال زي ما هو. فبيقول ايه ده، الضربه تقريبا ما اثرتش فيه. في طريقتين علشان تقدر تهزم الوحوش بخصائص ظلاميه، واحده منهم عن طريق استخدام ضوء اكتر بكتير من اللي هي تقدر تحتويه وبالتالي هيدوبوا ويسيحوا، والطريقه الثانيه هي عن طريق تدمير المركز اللي بداخلهم اللي بيقدر يحبس الضوء ده اصلا. فبيبص جيها على الشخص اللي وقع وبيقول له انت كويس؟ فبيقول له ايوه. فبيرد عليه جيها وبيقول له خليك ورايا. وبيجي جيها يمشي لقدام ولكن الارض بتتشقق من تحت رجله، وساعتها بيتخض وبيزق الراجل اللي معاه لبعيد وبتتكسر الارض، وبيلاقي جيها نفسه في الهواء مره واحده وبيقع من حفره اتفتحت فجاه من تحت رجله ووقعته، وبيقلق من اللي بيحصل ده وبيقع على مجموعه جثث وحوش بالهبل تحت في الحفره دي. فبيبدا يقوم وبياخد باله من كم الجثث دي وبيقول الحمد لله، من الواضح ان اجسام الوحوش دي امتصت قوه الوقعه والواحد بقى بخير. لحسن الحظ اني هبطت بشكل امن من الارتفاع ده، لكن الموضوع كان مخيف الصراحه. فبيكلمه الشيطان السماوي وبيقول له هو انت هتستنى الانقاذ ان هو يجي لك هنا؟ فبيقول له جيها لو احنا استنينا هنا فاحنا اما هنموت من الجوع او نتقتل او نتاكل، هو احتمال من الثلاثه دول هو اللي هيحصل. واكيد في هنا زعيم الزنزانه مستخبي في القاعده المخفيه دي، ولكن بيبقى في ضرب نار في نفس المكان اللي هو فيه. فبياخد باله جيها وبيكلمه الشيطان السماوي وبيقول له يبقى احنا من الافضل لينا اننا نتحرك بسرعه، انا قادر احس بوجود حد تاني قدامه اللي واقع هنا برضه زيك. وبيبقى دي بنت معاه في الفريق وبيبقى معاها جرباك ومسدس وبتضرب الوحوش وبتبقى محاصره. وبيتكلم الشيطان السماوي وبيقول علشان تنجو فمن الواضح اننا محتاجين نتعاون مع الشخصيه دي. فبيقول له جيها اللعنه ده مش اختيار للاسف مش كده؟ فبياخد جيها حته عظمه من اللي كانوا موجودين على الارض وبيجري بسرعه ناحيه البت دي، وبيبقى في ذئب متوحش عمال باصص عليها وغضبان، فبتضرب عليه الجرباك بتاعها وبيجي فيه فبيتعصب وبينط بسرعه يهاجم عليها وبتخاف وبتقول اللعنه، وخلاص مخالبه هتيجي فيها وهيموتها، ولكن بيزقها جيها وبيمسك الذئب ده وبيبعده عنها وبيكون بيقتله بالعظمه اللي لقاها في الارض وبيواجهه بيها، ولكن بتتكسر العظمه دي وبتتفتت من قوته. وبيقول في دماغه يا نهار ابيض ده اقوى من الوحوش اللي كانت موجوده فوق. وبينط عليه وحوش بالهبل وبيبقوا عايزين يموتوه، فبتشده البنت وبتقول له ابعد عن الطريق، وبتضرب طلقات عشوائيه عليهم. فبيستغرب وبيقول لها انت بتضربي من غير ما حتى تصوبي عليهم، ولكن الطلقات دي كلهم بيجوا في راس الوحوش بكل دقه ومهاره، ولكن للاسف ما بتتاثرش الوحوش دي وبتبدا راسهم تتلحم من تاني وكأن مفيش اي حاجه حصلت. فبيقول لها جيها انت بتصوبي على المركز بتاعهم، لكن المركز بتاعهم موجود في نص بطنهم. فبتقول له انا عارفه الكلام ده، ولكن بتاخد بالها من حاجه وبتقول له خلي بالك من ظهرك. وبيهاجم بالفعل عليه وحش من ظهره، ولكن بيلف جيها بسرعه وبيستعد للهجمه وبيجي يضربه برجله، ولكن بتبقى سرعه الوحش كبيره وبيعضه من جنبه وبيصيبه. وفي ساعتها بيتضرب على الوحش ده ضربه قويه وبيموت الوحش ده بعد ما بيتضرب في بطنه. وبتقول له البنت ده المركز طلع فعلا في البطن. وبيتكلم الشيطان السماوي وبيقول له خلي بالك زعيم الزنزانه ورا الكائنات دي. وبيقف جيها والبنت وبيستعدوا وبتقول له دلوقتي بما اننا عرفنا مكان مركزهم فالمفروض اننا هنبقى بخير ان شاء الله. فبيقول لها لا التحدي الحقيقي هيبدا دلوقتي. فبتقول له البنت انت استخبى ورايا واعمل شغلك كداعم. وبيبقى بالفعل جيها مصاب في جنبه وبيبدا يطلع من تحت الارض طاقه ظلاميه وبيبدا يطلع من وسطها فروع شجره. فبيقول جيها بقلق ده الزعيم المخفي الحقيقي للزنزانه المزدوجه، وحش من الرتبه دي زهره العذاب، الشيء ده هو الزعيم الحقيقي للزنزانه دي. فبيقول للشيطان السماوي تقنيه الشمس والقمر المشع فرصه كويسه علشان نختبر فنون القتال اللي انت اتعلمتها. انا علمتك المعنى الحقيقي للاستفاده من جسمك، كل الاسلحه اصلا بتعتمد على جسمك في استخدامها، وبالتالي جسمك هو اهم سلاح على الاطلاق. قبل كده فنون القتال كان بيتم البحث عنها بكل حماس عن طريق المحاربين في عالم القتال. الفن القتالي ده هيقوي ويعزز قدرات جسمك الضعيفه، والقوه دي هتؤدي الى ضربات بتاثيرات قاتله. ودلوقتي بقى وريني نواتج تدريبك. وبتظهر قدامه الورده القاتله دي بقوتها الظلاميه وبيطلع منها ضربه سريعه زي البرق، وبتروح الهجمه دي بسرعه ناحيه جهه المصاب، ولكن جهه بيقف ويركز بسرعه وبينط وبيضرب فرع النبات اللي كانت بتهاجم بيه عليه. وبيقول له الشيطان السماوي من دلوقتي انت تبقى سيف. وبينطلق جيها بسرعه وبيصوب بلكمه قويه تجاه الزهره المتحركه دي، وبيبقى بيطلع منها طاقه ظلاميه كبيره في كل مكان. ولكن جيها ما بيفرقش معاه الكلام ده وبيكمل في طريقه، بس بيحس بحاجه غلط وبيقول في دماغه لا انت غلط، جسمك تقيل جدا، انت مع مستواك الحالي في تقنيه ملك الشمس والقمر دي انت ما تقدرش تهزم السهره القاتله. وبنرجع فلاش باك اسبوع لورا لما كان جيها قاعد بيتدرب في اوضه التدريب وبيبقى فرحان برجله وبيقول انت قلت ان الموضوع هياخد شهر كمان، لكن طريقتك في العلاج سرعت الموضوع جدا. فبيقول له الشيطان السماوي انت جسمك كان ضعيف جدا، فعلشان كده مش غريب انك تشوف التاثير ده كله. فبيقول له جيها عندك حق،
وبعدها بيقعد جيها يصفي ذهنه قدام المرايه وبيكلمه الشيطان السماوي وبيقول له تقنيه ملك ضوء القمر دي بتتكون من 6 هيئات، 3 منهم مبدئيين و3 نهائيين. انا هعلمك اول هيئتين والهيئتين دولت اسمهم بقايا القمر والقمر الرفيع. انت لازم تتعلم نمط بقايا القمر الاول وبعدها تتعلم القمر الرفيع. وبيقف بالفعل جيها وبيبدا يتدرب وبيقول له الشيطان السماوي وانت بتتدرب هتحس ان مركز الطاقه بيتحرك، فساعتها جسمك هتحس ان هو اخف للحظه، لكن الكلام ده هيحصل بشكل مؤقت، فعلشان كده كمل تدريب جسمك لحد ما تحس ان هو بنفس تقل 1000 باوند. وبيبقى الشيطان السماوي ده بيراقبه وبيكرر كلامه تاني وبيقول في تعبيرين في العالم ده بنقدر نقيم بيهم الناس، الغريزي والموهوب، ومن بينهم فمين جهه بيبقى غريزي. وبالنسبه لشخص غريزي انت بتتعلم بسرعه وبتعرف تلاحظ الحاجه من نفسك. وبينزل جهه رجله وبيقول من دقيقه عدت انا رجلي حسيت انها خفيفه لكن دلوقتي رجلي بقت تقيله. فبيقول له الشيطان السماوي الشخص الغريزي ده بيبقى عنده نقص في الموهبه اللي بيتبع بيها التقنيه بالظبط. فبيقول له جهه ايه نقص موهبه؟ انا كنت بحسب اني كنت بادي اداء كويس. فبيقول له الشيطان السماوي انت تدفق الطاقه بتاعك اتشابك والتوى، لما الجسم بينحني بيكون ساعتها الموضوع مش مريح اكتر انك تاخد الوضعيه الصحيحه، فعلشان كده ما تنساش انت لازم تبقى سيف. فبيتحمس جهه وبيقول له حاضر. وبنرجع للوقت الحالي وبتبقى الزهره المتوحشه دي مجمعه حواليها الوحوش وبيخرج منها طاقه ظلاميه ضخمه. وبيتكلم الشيطان السماوي وبيقول انت متردد ليه؟ ما يلا هو انت عندك خطه جامده يعني خارجه عن المألوف علشان تقضي بيها على الشيء ده من ضربه واحده؟ فبيقول له جهه لا انا ما عنديش الكلام ده، انا بس كنت متوتر وحاسس بالخوف من الموت، لكن ده لما بيقف قدامي وفي طريقي فده بيبقى شيء مثير بالنسبه لي. وبيستغل الوحش ده وقوفه بدون حركه وساعتها بيطلع فروع من تحت رجله، ولكن ساعتها بيتحرك جهه بسرعه وبينط عليها وبيروح يواجه وحوش الذئاب في وسط الفروع دي كلها، وبيضرب الوحش ضربه بايده بيفجر بيها بطنه من قوته. وبتبقى البنت اللي معاه من الناحيه الثانيه بتساعده في القضاء على الوحوش بالمسدس بتاعها، وبتبص على جهه وبتبقى مستغربه وبتقول في دماغها هو ليه قوي قوي كده؟ ولكن وهي واقفه بينطلق عليها فرع من الزهره بسرعه ناحيتها وبتتوتر وبتتسمر في مكانها وما بتعرفش تتصرف، ولكن بيلحقها جهه وبينقذها وبيضرب الفرع ده في ساعتها وبيقطعه. وبيكلمها وبيقول لها لو انت مش عايزه تموتي فيا ريت تراجعي دلوقتي لورا. فبتقول له لكن انت بكل وضوح شخص داعم فازاي؟ ولكن بيتحاصروا من الفروع وبيقول لها جهه ايوه انا مجرد مواطن عادي. وبيمسك ايديها بسرعه وبتستغرب منه وبينطلق بيها لقدام وبيضرب كل الفروع اللي في وشهم وبيخرج بيها من الحصار ده، وبعدها بيرميها بعيد عن المعركه خالص وبتتخض وبتستغرب منه. وبيكمل وبيقول لها وانا هكمل اني ابقى مواطن عادي برضه. فبتبقى البنت دي شايفاه وبتتساءل وبتقول هو فعلا مجرد داعم عادي؟ وبيبقى جهه محاصر في وسط فروع النبته الظلاميه دي وبيفكر وبيقول في دماغه انا قادر اني اشوف الطريق لتقنيه بقايا القمر، انا جسمي عمال يبقى اسرع. وبيبدا يجمع طاقه كبيره في ايده وبيستعد وبيقول وكمان انا قادر احس ان عظم جسمي عمال بيبقى اقوى. وبيروح وبيفضل يضرب في الذئاب وبيكمل معركته. وبيبقى الشيطان السماوي من جواه مستمتع وبيقول الموضوع فعلا ممتع. وبيقدر جهه ان هو يضرب الذئب ده ضربه رهيبه بالطياره ومن قوتها بتدمر فروع النبته اللي وراه. فبتبدا الزهره الظلاميه دي تلاحظ قوته وبتتعصب منه. وبيكلمه الشيطان السماوي ساعتها وبيقول له هل عمرك شفت قبل كده شخص ملتوي زيك كده؟ ان الواحد ياخد اشارات سعاده من جسمك وانت اصلا بتواجه الموت، حاجه فعلا غريبه. وبتبدا الزهره الظلاميه دي تستعد تهجم عليه وتقضي عليه لانها لاحظت ان هو تهديد. فبيتكلم الشيطان السماوي وبيقول له ايوه دلوقتي انا شايف الطريقه اللي هتنقذك. وبيبقى جهه في نص المعركه وبيتفادى هجمات فروع النبته المستمره وبيقول في دماغه انا مش قادر اتحرك لقدام بسبب الفروع، هم عمالين بيحجبوا قدراتي. ولكن وهو واقف بتهاجم عليه الزهره هجوم متسلل من ظهره وبتخرج فروع بالهبل وبيروح واحد منهم ناحيه رجله. وبيتكلم الشيطان السماوي ساعتها وبيقول له حط رجلك يلا على خطوات بصمه ال5 عناصر. هو انت هتفضل تجري بالشكل المثير للشفقه ده قد ايه بالظبط؟ انا دلوقتي هعلمك القمر الرفيع. وبيبقى جهه عمال بيهرب من هجمات الزهره الظلاميه السريعه وبيتفاداها وبيقول له الموضوع لسه مش كافي. فبيقول له الشيطان السماوي انت بتبرطم بتقول ايه؟ وبيفكر جهه في دماغه وبيقول انا رجلي ما زالت تقيله، احساس انك تبقى مش متزامن مع حركاتك ده مش عاجبني. لكن فبيكلمه الشيطان السماوي بيقول له ما تنساش انت لازم تبقى سيف. فبيفكر جهه وهو بيجري من وسط الهجمات وبيقول في دماغه الانسان ما يقدرش ان هو يبقى سيف، وكمان السيف ما بيجريش بالشكل ده، الموضوع بس بيتسرب للداخل لحد ما توصل للعزله. وبيوجه كل تركيزه على النبته الظلاميه وبيكرر مواجهتها مباشره بقى بعد كل الهروب ده. وبيلاحظ الشيطان السماوي الكلام ده وبيقول ايه ده؟ دي طاقه سيف؟ هل من الممكن انه ده عنده دلوقتي تجاوز ادراكي ووصل لمرحله نكران الذات؟ وبيوجه جهه كل القوه دي في مواجهه النبته الظلاميه وفروعها كلها، وبيقدر ان هو يخترق كل الفروع وبيوصل كمان لوش النبته مباشره، وبيكمل بضربته الرهيبه دي لحد ما بيخترقها وبيعدي من الناحيه الثانيه. وبيبقى الشيطان السماوي شايف الكلام ده وبيقول في دماغه انا كنت بس هطبع مفهوم بسيط عن القمر الرفيع. وبيكلمه ساعتها الشيطان السماوي وبيقول اسمع ده يبقى الجوهر الحقيقي للقمر الرفيع. وبيقعد يقول له ازاي يستدعي القوه دي، وبيتحمس جهه لما بيعرف ان هو عرف يستخدم القوه دي حتى من غير ما يستدعيها، وبيقول انا هعمل ما في وسعي بعد كده علشان اوصل لاعلى مستوى انا اقدر اوصل له. وبتخلص احداث اليوم على كده. وبعد كده بنروح لمستشفى الدهيون، وبيبقى جهه قاعد في حجره مميزه في مستشفى الدهيون، وبيتكلم الدكتور وبيقول له طيب انا هرجع لك بعد شويه ان شاء الله، انت تقدر ترتاح دلوقتي. وبيمشي الدكتور بالفعل من اوضته، وساعتها بيرفع جهه التليفون وبيتكلم وبيقول انا ما كانش عندي اي اصابات علشان يحصل كل ده، انا بس هنا علشان اتعافى من الارهاق اللي حصل. فبيقول له القائد كويس والله، ولكن برضه هو انت فعلا اللي قتلت زعيم الزنزانه؟
لا صحيح، انا سمعت من داهيون ان الزعيم اتهزم عن طريق مساعده بيك يو سيول. بيك يو سيول ديت تبقى حفيده مجموعه داهيون. فبيستغرب ساعتها جيها وبيقول ايه ده البت دي، وبيفكر وبيقول في دماغه علشان كده انا تم ارسالي لغرفه مميزه في مستشفى داهيون. وبيكمل القائد في التليفون وبيقول له انت محظوظ الى حد ما، الشخص اللي عمل تواصل مع روح قدر ان هو يهزم زعيم زنزانه مزدوجه حتى مع مساعده بيك يو سيول. الموقف كان يستدعي على الاقل بطل ب5 نجوم علشان يحله. فبيضحك جيها وبيحاول يداري على الموضوع وبيقول له ايوه فعلا الموضوع كان هيبقى مستحيل عليا اني احله لوحدي، ولكن بيخبط حد على الباب فبياخد باله وبيكلم اللي معاه وبيقول له خلاص انا هضطر اقفل دلوقتي واتصل بحضرتك تاني، تقريبا الدكتور جه. ولكن لما بيتفتح الباب بيكتشف انها البنت بيك يو سيول اللي كان انقذها ساعتها واللي كانوا لسه بيتكلموا عليها دلوقتي. وبتبقى داخله ومعاها حاجه في ايديها، وساعتها بيسالها جيها وبيقول لها وانت تبقي مين بقى؟ فبترد عليه وتقول له انا بعتذر اني ما عرفتش عن نفسي من بدري. وبتحط الهديه على الترابيزه وبتقول ده مش حاجه كتيره، ولكن كان هيبقى افضل اني اسلم عليك بشكل شخصي. وبيلاحظ الشيطان السماوي ده حاجه من الهديه اللي هي حطتها وبيقول ايه ده البنت دي معاها حاجات كويسه والله. وبيبقى في العلبه دي زي بذور او اخشاب غريبه، وبيحس جيها بحاجه غريبه في جسمه وبيتساءل. فبيقول له الشيطان السماوي دلوقتي في اكسير ضروري جدا موجود جوه العلبه دي علشانك. وبتفتح البنت دي العلبه وبتوريها له وبتقول له انت انقذت حياتي واكتشفت ان انا اللي اتكافئ في الاخر على اني قتلت الزعيم. وبيقول الشيطان السماوي لما بيشوف الكلام ده انت حتى لو اخدت قطمه بس منها فده هيساعدك انك تزود من طاقتك وتعزز من قدراتك الجسديه. فبيفكر جيها وبيقول ازود قوتي واعزز كمان قدراتي الجسديه. فبتتكلم البنت دي وبتقول له يا حضره الداعم. فبيرد عليها جيها وبيقول هو لو الموضوع على الزعيم فعادي والله، انا مواطن عادي في النهايه. فبتقول له انت ما اكلتش لسه مش كده؟ هل حابب تاكل وجبه معايا؟ فبيقول له الشيطان السماوي جواه من الواضح ان الطفله دي ناويه تسحبك يا صاحبي. فبيفكر جيها وبيرد عليها وبيقول انا بعتذر منك للاسف لان دلوقتي تقريبا هو وقت وجبه المستشفى. فبتتكلم يو سيول وبتقول له طيب يبقى انا هطلب للحراس واجي لك تاني. فبيقول لها جيها انت المفروض كنت تطلبي وجبه الحراس من ساعه تقريبا. فبتاخد بالها وبتقوم بسرعه وبتقول له طيب يبقى انا هشتري مجموعه وجبات من بره المستشفى وخلاص. فبيقول لها جيها انت بس لو قلتي لي انت جيتي ليه فساعتها انا هقدر اكل وانا مرتاح اكتر. فبترد عليه وبتقول له هو انت مش مهتم للانضمام للنقابات في اي فرصه تجيلك؟ احنا في نقابه داهيون حابين اننا ندعوك يا اخويا الكبير. فبيقول لها طيب هو انت كذبتي وده علشان تخلي باقي النقابات بعيده عني وما يسمعوش عني صح؟ فبتقول له البنت ايوه انا شفتك بعناية وانت بتقاتل، انا عناية عمرها ما كانت غلط، انت بكل تاكيد هتبقى ناجح معانا يا اخويا الكبير. وبيفكر جيها وبيقول داهيون ما كانوش قادرين انهم يامنوا الحصول على ابطال بتصنيف عالي، وده على الرغم من قوه المجموعه الماليه الكبيره. الابطال بيكسبوا كميه فلوس كويسه جدا عن طريق بس صيد الوحوش، لكن هم بيحبوا ينضموا لنقابات مشهوره بتنظيمهم في الخطوط الاماميه بدلا من الانضمام بس علشان الفلوس. فبيقول لها جيها انا اسف لكن. فبتقطع البنت وبتقول له طبعا انا فاهمه، انا مش بقول لك انك تنضم دلوقتي، انا حتى كمان مش قائده النقابه لسه، لكن بدلا من ده انت رجاء استناني 3 سنين، في خلال 3 سنين انا هتخرج من الاكاديميه العسكريه وهبقى قائده النقابه، وساعتها انا هرجع لك تاني يا اخويا. وبتنحني ليه بكل احترام وبتقول له رجاء ما تنساش. وبعدها بتخرج وبتقفل الباب وراها، وبيبقى جيها قاعد ساكت ومستغرب منها. وبيتكلم الشيطان السماوي ساعتها وبيقول له انا كنت بحسبها حته قطه صغننه لكنها طلعت نمره صغيره مستنيه بس تكبر وتقدر تفترس الجميع. فبيقول له جيها فعلا على الاقل انا مش هنسى حد اسمه بيك يو سيول تاني. وبيعدي الوقت وهو قاعد في المستشفى، وبيجي اخيرا الوقت اللي هيجرب فيه الهديه اللي البنت جابتها له، وبيبقى قاعد بيتفرج عليها وبيكلمه الشيطان السماوي وبيقول له ركز امتص كل الطاقه من النبته دي قبل ما الطاقه دي تختفي منها. وبالفعل بيبدا مفعولها يشتغل عليه وعلى جسمه، وبيقول للشيطان السماوي ما تفتحش بقك وما تخليش الحراره تهرب. وبيبدا ساعتها بذره الطاقه بتاعت جيها تتوهج اكتر وبيلف حواليها خطوط حمراء، وبيحس جيها بالكلام ده وبيقول في دماغه الموضوع عاطي احساس ان في نار بتتحرك حوالين جسمي. وبيعدي الوقت وهو بيحاول يمتص الطاقه في النبات ده، وبيبص جيها على الساعه وبيقول انا حاسس انها هتحرق كل حاجه انا لابسها. وبالفعل بتبدا هدومه تتقطع وما بتتحملش مقدار الطاقه دي كلها. وبيقول في دماغه الرياح بارده، الجو فعلا ساقع جدا بسبب انها بتلامس جلدي مباشره. ولكنه في وسط استجماع الطاقه بيوقف جيها تدريب فجاه وبيمسك قلبه وبيقول ايه ده؟ فبيقول له الشيطان السماوي بص في 2 من النقاط اتفتحوا في خطوط طاقه السم، يلا بطل تعمل لنا قلق والبس هدومك يلا. فبيقول له جيها هل ده معناه اني بالفعل بخضع لعمليه تحول كامل؟ فبيرد عليه الشيطان السماوي وبيقول له ايه الكلام اللي ملوش معنى اللي انت بتقوله ده؟ فبيلبس جيها هدومه وبيقوم يقف وبيقول على اي حال ده معناه ان بقيت اقوى مش كده؟ فبيرد عليه الشيطان السماوي وبيقول له انت دلوقتي تقدر تأدي تقنيه ضوء القمر وطريقه الخطوات بسهوله اكتر بكتير من الاول. فبيقول له جيها طيب كويس قوي، انا كنت بفكر امشي من المكان ده بمجرد ما فتح عيني. فبيقول له الشيطان السماوي انت بتخطط تروح فين؟ فبيمشي جيها وبيقول له انا هروح للخطوط الاماميه، المكان اللي بنتجمع فيه مع وحوش التصنيف الظلامي. وبالفعل بيركب جيها السفينه وبيستعد علشان يروح للخطوط الاماميه، وبيبقى راكب ومتاهب. وبيحس بقى المره دي وهو رايح بجدار زي حاجز كده وبيقول هو ده قوه سحر استشعار؟ فبيرد عليه الشيطان السماوي وبيقول له ده يبقى كريستاله نقيه من قوه سحريه، هو انت ما حسيتهاش قبل كده؟ فبيقول له جيها لا انا عمري ما حسيت بحاجه زي دي قبل كده. فبيقول له الشيطان السماوي اكيد هي بقت ظاهره قدامك دلوقتي بسبب طاقتك المتوزعه في طريقه القلب الابيض والاسود،
وبيبقى بالفعل جيها قدامه مقدار طاقه ظلاميه كبيره جدا، وبيقول في دماغه طاقه السحر بتتدفق جوايا. وبيبدا جيها يقلق، ولكن بيكلمه الشيطان السماوي وبيقول له يلا عالج الطاقه السحريه الممتصه دي زي المره اللي فاتت، وبما انها طاقه سحريه نقيه فلو تم معالجتها بشكل مظبوط فساعتها هي هتساعد طاقتك بشكل ضخم. ولكن جيها بيبدا يتألم من اللي بيحصل وبيقول يا شيطان يا سماوي في حاجه غلط، طريقه القلب دي بقت خارجه عن السيطره. وبيبدا يصرخ من اللي بيحصل ده وبيتألم وبيبقى مش قادر يتحمل اكتر من كده، وبيغمى عليه في ساعتها وبيقع على الارض. وبيتخض الشيطان السماوي وبيقول له انت اصحى يلا ارجع لوعيك. ولكن جيها ساعتها ما بيحطش منطق، والكلام ده بيبقى في نص الرحله والسفينه في الميه. وبعد كده بنلاقي جيها مغمى عليه وممدد في السرير، والشيطان السماوي بيبقى قاعد وبيبص عليه، وبيبدا يزهق وبيتخنق من القعده اللي على الفاضي دي، فبيتعصب وبيصحيه وبيقول له هو انت ناوي تفضل كده قد ايه بالظبط؟ اصحى دلوقتي يلا. فبيبدا جيها فعلا يصحى من زعيقه جواه، وبيتخض ان هو في مستشفى ويقول انا في مستشفى دهيون. فبيقول له بطل كلام ملوش معنى واقعد وزع الطاقه في جسمك كويس، ما زال في طاقه سحريه ما تمش معالجتها جواك بسبب انك انهارت مره واحده. السفينه اللي كانت رايحه للخطوط الاماميه اضطرت انها ترجع بسببك. هم قالوا ان المكان ده هو الجزيره المركزيه، انت اتبلعت بسبب كميه الطاقه السحريه الضخمه اللي انت كنت واجهتها هناك. فبيحط جيها ايده على وشه وبيقول الخطوط الاماميه واللي انا كنت متعود اني اروح واجي منها عادي وبدون اي مشاكل لما كنت جندي خاص هناك. فبيقول له الشيطان السماوي ده اكيد بسبب طريقه القلب الابيض والاسود، دلوقتي انت اتعلمت طريقه القلب واللي بتاخد طاقه سحريه علشان تغذي طاقتك انت. فبيقعد ساعتها جيها علشان يبدا يعالج الطاقه الغير ممتصه بالفعل، وبيبدا يحس باندفاع كبير من الطاقه حواليه، والطاقه دي بتخلي جسمه يحس كانه واقع في ميه وبتطرطش حواليه، وبيبدا يغرق فيها ببطء وبيغوص. لكن من الواضح ان جسمك بيحاول ان هو يتم السيطره عليه من الطاقه السحريه بدلا من الكلام ده. فبيبدا جيها يغرق في الميه اللي هو فيها دي وبيبقى مش فاهم ايه ده. فساعتها بيوقف جيها تدريبه وبيفوق من الموقف اللي هو كان فيه ده، وبيتكلم باستغراب وبيقول يا شيطان سماوي هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فبيقول له هو انت حسيت ان جسمك تقيل وبيغرق في الميه؟ كانك تقدر تقول كده ان جسمك كان عمال بيتمايل بسبب الطاقه السحريه، صح؟ البذره جواك بتمتص الطاقه السحريه بشكل اسرع من مقدار معالجتك ليها، فعلشان كده جسمك مش عارف يتصرف معاها. فبيقول له جيها انا قررت لو انا جسمي مش قادر ان هو يواكب ده فانا هخليه يواكبه بالعافيه. فبيقول له الشيطان السماوي خلاص يبقى انت بس اقعد بهدوء ووزع الطاقه بشكل كويس في جسمك. ولكن في الوقت ده وهو واقف في حماس بيلاقي واحده من الممرضات جت وبتقول له حضره المريض خطر عليك انك تبقى واقف دلوقتي. فبتروح تركب له محلول وبتقول له ده محلول مغذي بمجرد ما يخلص فساعتها انت تقدر تخرج من المستشفى. فبيقعد جيها فوق السرير وما بيتحركش. فبيساله الشيطان السماوي بيقول له هو انت بتعمل ايه دلوقتي؟ فبيرد عليه وبيقول من دلوقتي وكل ساعه كل دقيقه حتى كل ثانيه هتعدي عليا هكون قاعد بتدرب فيها. انا ما اقدرش افضل ثابت مكاني بالشكل ده، وهفضل املى جسمي الفاضي ده بالطاقه على طول لحد ما يقدر جسمي يواكب الكلام ده. انا هفضل محافظ على الوضع ده طول ما انا قادر اني اعمل كده وفي اي وقت. وبعد كده بيمشي جيها من المستشفى وبيقول في دماغه انا جسمي ما زلت حاسس ان هو تقيل زي كانه كتله من الحديد، لكن المشي والكلام ما زال متاح بشكل طبيعي الحمد لله. وبيخرج من المستشفى وبيروح ناحيه مبنى كده وبيقول له الشيطان السماوي انت رايح على فين بالظبط؟ فبيقول له جيها انا مضطر اني افضل قاعد هنا في الجزيره دي لحد ما التدريب يخلص، فعلشان كده انا محتاج اني الاقي شغلانه. وبالفعل بيدخل جيها المكان ده وبيبقى في واحد ضخم جواه وبيرفع كريستاله ملونه في ايده، وبيبقى ده هو اختبار مختص لقياس قوه العضلات، وللاسف ما بيقدرش الشخص الضخم ده ان هو يعدي من الاختبار. فبيتعصب لما بيلاقي جيها بيبص عليه ويقول له انت بتبص على ايه؟ فبيكبر جيها دماغه وبيروح يكلم السكرتيره وبيقول لها اهلا انا جيت وفقا للاعلان بتاعكم انكم عايزين حارس شخصي لمده قصيره 5 شهور. فبتقول له ايوه لكن احنا مش بنتعامل مع الناس الضعيفه معلش. فبيوريها جيها ان هو ماسك الكريستاله التقيله دي بايده بكل سهوله وبيوريها ان الاختبار ده ولا حاجه بالنسبه له. فلما بتبص السكرتيره دي على الكريستاله اللي في ايده بتتخض وما بتصدقش، وبياخد جيها باله من تعبيراتها وبيقول لها ده المفروض يكون كافي لتاهيلي مش كده؟ وبالفعل بيروح بعدها للدور الخامس من المبنى، وبيبقى ده مبنى شركه السيوف التوائم واللي بتبقى واحده من 3 شركات للامن الخاص اللي موجودين في الجزيره المركزيه. وبنعرف ان في 4 مناطق في الجزيره المركزيه، منطقه الحكيم واللي بيصنعوا فيها الاسلحه، ونطاق السعادة واللي بيكون مسؤول عن الترفيه والتسلية، وجزء السوق واللي بيتعامل مع الاحتياجات اليومية الضرورية، وأخيرا جزء المباني واللي بيكون مخصص للإقامة والسكن. وهدف شركة السيوف التوائم الأول هو حراسة وحماية منطقة الحكيم بتاعة الأسلحة ومنطقة المباني. ولما بيطلع جيها في الأسانسير بيلاقي حد قدامه بيكلمه وبيقول له احنا بقالنا كتير من ساعة ما جالنا ضيف مميز واللي تواصل مع روح، وبيبقى الشخص ده هو رئيس شركة السيوف التوائم. وبيمشي الرئيس وبيقول له رجاء اتفضل اقعد معايا. وبيمشي جيها وراه وبيتكلم رئيس الشركة وبيقول له طيب انت هنا علشان تسجل في وظيفة رجل امن مش كده؟ فبيقول له جيها ايوه انا حابب اني اشتغل في حدود 4 أو 5 شهور لو ده ممكن يعني. فبيقول له الرئيس انت وشك شكله مألوف. صحيح انت تقييمك ايه؟ فبيتكلم الشيطان السماوي بيقول وفقا لحدود طاقتي فانا اقدر اخمن ان قوتك في حدود نجمة ونجمتين. فبيقول له جيها حضرتك تقدر تعتبرني بين النجمة والنجمتين. فبيرد الرئيس وبيقول من الواضح ان قوتك دي تقدر تخليك مرتزق لو اضطريت لده. طيب شغل الامن ده هيبقى ال5 شهور، وبما انك تواصلت مع روح فاحنا هنتاكد كويس ان مرتبك مش هيكون اقل من الموظف العادي، لكن بالرغم من ده فشغل الامن ممكن يخلص في نص المده.
الاعلان بتاع الشغلانه كان ان يتم ملء مكان موظف الامن لحد ما اللي موجود يتعافى، فهمتني؟ فبيقول له جهه ايوه فهمت حضرتك، انا هفضل فاكر الكلام ده كويس. وبيطلع الرئيس حاجه من الدرج بتاعه وبيقول له جهه هل الشركه بتمدنا بالسكن والاقامه؟ فبيقول له الرئيس ايوه، وفي مكان في منطقه المباني تقدر تاكل فيه كمان، ولو احتجت فتقدر تستخدم الكافيتيريا اللي تحت الارض للضروره. احنا موافقين على اننا نملى الوقت بتاع الشغلانه بدون اي مشاكل لحد ما انت تمشي. وبيقدم له الاوراق، ولما بيجي ياخدها جهه بيسحبها الرئيس وبيقول له لكن قبل الكلام ده هل انت عندك اي اهتمام انك تبقى موظف في دوام كامل عندنا؟ فبياخد منه جهه الورقه ويقول له لا والله معلش ما عنديش اي اهتمام بالكلام ده. فبيقول له الرئيس لو انضم لنا بطل فساعتها سمعه شركه السيوف التوائم بكل تاكيد هتزيد. خد ده يبقى بادج شعار شركه السيوف التوائم للموظفين بتوعنا. انا اتمنى انك تستمتع بالوقت معانا على الرغم ان هو قصير الصراحه. فبياخد جهه منه البادج وبيمشي جهه بعد كده في الشارع وبيقعد يبص على البادج وبيتكلم وبيقول انا لقيت شغلانه دلوقتي بقت مساله وقت لحد ما احصل على اسلحه كمان، مش كده يا شيطان السماوي؟ فبيقول له الشيطان السماوي زي ما انت عايز. فبيقول جهه الابطال دايما بيبقى معاهم نوعين من الاسلحه، واحد سلاح رئيسي وواحد سلاح ثانوي، ودايما في الاغلب بيبقى السلاح الرئيسي مسدس. هما دايما بيستعيروا قوه الارواح علشان يعملوا الكلام ده، وبعدها بيستخدموها في اطلاق مهاره خاصه على هيئه رصاصات. فبيقول له الشيطان السماوي هل احنا فعلا محتاجين اننا نخلي الموضوع طلقات رصاص يعني؟ فبيقول له جهه هما الصراحه ليهم مزايا كتير من ناحيه نطاق الهجوم والتاثير الكبير على الوحوش او مجموعات الوحوش، وكمان غير كده هما بالتاكيد بيلعبوا دور كبير في سرعه التعلم وسهوله الاستخدام. فبيقول له الشيطان السماوي ده شيء مثير للشفقه، علشان تستخدم اسلحه سهله التعلم وبسيطه في التعامل فده معناه ان كل اللي محتاج تعمله هو انك بس تفضل تلف وتتدحرج في المكان. فبيقول له جهه ايوه مش الموضوع جامد؟ انا الصراحه حابب اني احصل على سلاح زي ده برضه. فبيقول له الشيطان السماوي انا قررت، انت سلاحك الاساسي هيبقى سيف وسلاحك الثانوي هيبقى قبضاتك. فبيقول له جهه بكل اقتناع خلاص مفهوم. فبيستغرب الشيطان السماوي وبيقول له انت مش زعلان؟ فبيرد عليه جهه وبيقول له ان الواحد يكون قادر ان هو يحصل على كل هذا الاهتمام والارشاد فده في حد ذاته نعمه كبيره، وده كله بسببك يا شيطان يا سماوي. انا بثق فيك بصراحه وبثق في اختيارك، فعلشان كده انا مش محتاج افكر كتير. وبيمشي كل من جهه وبيتكلم مع الشيطان السماوي في ارجاء المدينه دي، ولكن بيسمع جهه صوت ضربه على معدن، وصوت الضربه دي بتعمل زي حاجه بيحس بيها جهه وبيبقى مستغرب وبيتكلم وبيقول هو انت سمعت الصوت اللي انا سمعته دلوقتي ده؟ فبيقول له الشيطان السماوي باستغراب صوت؟ انا ما حسيتش باي حاجه غير طبيعيه. فبيمشي جهه ناحيه الصوت اللي هو سمعه ده وهو مستغرب وبيفكر وبيقول في دماغه لا هو تلاشى، بس انا متاكد اني سمعته، الصوت كان كانه معدن بيضرب في معدن. وبيمشي جهه وبيدخل في منطقه الحكيم بتاعه صنع الاسلحه، وبنعرف ان منطقه الحكيم دي بقت بيت للعديد من الحدادين لاجيال متعدده، ومن بينهم صوت المعدن. والسيوف اللي بتبقى من عيله دول فخريه كانت هي الاكثر شهره في المكان كله، لكن على الرغم من ده هم مش بيعملوا سيوف لاي حد وخلاص، خاصه عيله دونج جونج واللي عمل تواصل مع روح بالفعل. والسيوف اللي اتصنعت عن طريق الجيل السابع من العيله دي عن طريق الحداد دونج جونج ميونج كانت مشهوره جدا لدرجه ان حتى بطل ب10 نجوم ما قدرش يحصل على واحد منهم. وبيحس الحداد ده بحاجه وبيبص جنبه، فبيلاقي جهه داخل وبيقول السلام عليكم، لو سمحت هل من الممكن اني ابص على سيف؟ فبيكمل الحداد ده ضرب في المعدن وبيقول امشي من هنا، انا مش برحب بالضيوف الغير مدعوين. وبيكمل شغله في المعدن اللي معاه، ولكن بيلاقي ان في حاجه غريبه والمعدن ده بيعمل صوت مختلف لما بيبقى جهه موجود. فبيلاحظ جهه حاجه وبيقول مش ده معدن الخشب الاسود؟ فبيقول له الحداد باستغراب هو انت تعرف الخشب الاسود؟ طيب يبقى خليني اسالك بقى ليه المعدن ده بدا يصرخ من ساعه ما انت وصلت؟ فبيستغرب جهه من كلامه الغريب وبيقول في دماغه الخشب الاسود بيصرخ؟ انا عمري ما سمعت عن حاجه زي كده. فبيقول له جهه الصراحه انا مش متاكد قوي انت قصدك ايه بالظبط. فبيقول له الحداد هو انت ما سمعتش الصوت ده؟ فبيرد عليه جهه وبيقول له انا مره لما كنت عايش كجزء من فريق استكشاف انا كان عندي فرصه اني المس الخشب الاسود، لكن انا عمري ما سمعت صوت معدن خام قبل كده. فبيقول له الحداد بس لو هو بيصرخ من جانب واحد بس فده ما يبقاش رنين، ولا برضه الموضوع زي كانه الغرض بيختار الملك بتاعه. وبياخد باله جهه من السيوف اللي عنده، وبيتكلم ساعتها الشيطان السماوي وبيقول الشخص ده مستواه اعلى منك على فكره. فبيقول له جهه وهو بيبص على السيوف انت قصدك ايه يعني؟ فبيقول له الشيطان السماوي ده معناه ان هو مستواه يتخطاك، لانه بيقدر يسمع الاصوات دي اللي انت ما بتقدرش تسمعها لسه. لو انت ناوي تشتري سيف فانا انصحك انك تشتريه من شخص زيه. فبيبص جهه باستغراب وبيقول لكن السيف ده مكسور. وبيبص على الحداد وبيقول في دماغه لكن بالرغم من ده افرض لو كان كلام الشيطان السماوي ده صحيح، فساعتها انا ممكن اطلب من الشخص ده ان هو يعمل لي سيف. وفي الوقت ده بيجي شخص وبيقول والدي، وبياخد باله من جهه اللي واقف وبيستغرب وبيقول ايه ده احنا عندنا ضيف؟ ولكن بينبه جهه وبيقول له السيف ده مش للبيع زي ما انت شايف فهو مكسور. وبيبقى الحداد مكمل في الشغل بتاعه وبيضرب على المعدن. وبيكمل الشاب ده وبيقول لجهه لو انت عايز سيف فانت بس قول لي انا هتكلم مع والدي نيابه عنك. فبيتكلم الحداد ده وبيقول لابنه مشيه هو مش ضيف. فساعتها بيحاول الشاب يمشي جهه بكل ذوق وبيسحبه وبيقول له خلينا نتكلم بره احسن. وبالفعل بيخرجوا من ورشه الحداده وبيقعدوا مع بعض على ترابيزه، وبيسلم الشخص ده عليه وبيقول له شرف ليا مقابلتك، انا اسمي دو انشيول الجيل الثامن وحفيد عيله دونج جونج الفخريه.
فبيسلم عليه جيها وبيقول له شرف ليا مقابلتك برضو، انا اسمي هو مين جيها. هو انت قلت عيله دونج جونج الفخريه؟ لحظه، يعني الشخص اللي جوه ده يبقى؟ فبيقول له دو ايوه ده والدي دونج جونج ميونج، سيد الحداده للجيل السابع من عيله دونج جونج الفخريه. فبيقول له جيها اعظم سيد حداده في شوارع الحكمه كلها، واللي اتولد بموهبه رهيبه بسبب تواصله مع روح اللهب، هل ده فعلا كان دونج جونج ميونج؟ وفي الوقت ده بيخرج الحداد الكبير دونج جونج ميونج وبيقول له انا قلت لك انك تمشي، انت مش من هنا مش كده؟ فبيوريه جيها البادج بتاعه وبيقول له نتيجه لبعض الظروف اللي حصلت لي فانا جيت علشان اقعد هنا كحارس شخصي في شركه السيوف التوائم. فبيقول له دونج جونج ميونج ما تخلينيش اكررها مرتين، امشي من هنا. فبيتكلم الشاب ده وبيقول له لو حصل واحتجت سيف فساعتها خلينا نعرف. فبيرد عليه جيها وبيقول له وهل ساعتها هتقبلوا الطلب؟ وبيبقى دونج جونج ميونج واقف وبيفكر وبيقول انت قلت شركه السيوف التوائم، ماشي. وبيرد عليه الشاب دول لما بيساله جيها وبيقول له الموضوع بس لو والدي وافق على الطلب فهنقبله اكيد، الموضوع مش موضوع فلوس خالص. وبيمشي بالفعل جيها وبيفكر وبيقول في دماغه خبير حداده زي ده بس الواحد لو لمس السيوف اللي بيعملها فده هيساعد جامد في تقويه الحواس، ولكن ده هيبقى صعب في الاغلب تحقيقه مش كده؟ المهم بتخلص احداث اليوم على كده، وتاني يوم لما بيبدا جيها شغل بيطلع على الدور الخامس، وساعتها بيتصدم وبيبقى مش فاهم وبيقول هو ليه الشخص ده هنا؟ فبيلاقي ان الرئيس قاعد جنب دونج جونج ميونج وبيقول له الرئيس اوه جيها انت جيت بدري. جيها بتاعنا بالفعل عمل انطباع كويس جدا في منطقه الحكمه. فبيقول له جيها باستغراب انت قصدك ايه بالكلام ده؟ فبيفهمه الرئيس وبيقول له السيد دونج جونج ميونج عايز يوظفك كحارس شخصي للورشه بتاعته. وبيتكلم دونج جونج ميونج وبيقول له من دلوقتي انت هتبقى مسؤول عن حمايتي انا والورشه بتاعتي. وبيبقى جيها مستغرب وبيقول بس انت مشيتني يا دوب امبارح، ايه السبب المفاجئ اللي خلاك تعمل كده؟ فبيرد عليه دونج جونج ميونج وبيقول له انا خايف اني امشي لوحدي للورشه. فبيستغرب جيها من رده وبيكمل وبيقول ما تخلينيش اكرر الكلام اللي بقوله، حتى انت كنت خايف انك تروح لهناك لوحدك مش كده؟ فبيتكلم ساعتها رئيس شركه الامن وبيقول انت بس كل المطلوب منك انك تحرس هناك لمده 12 ساعه كل يوم، وبعدها انت تقدر تمشي عادي. فبيقول الشيطان السماوي الراجل ده عامل زيك كده على فكره. فبيبقى جيها برضه مش فاهم وبيقول له انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ فبيقول الشيطان السماوي الموضوع متعلق بامبارح لما انت ما قدرتش تسمع صوت الخشب الاسود، هو فعلا مستواه فوقك، لكن اللي هو فعلا عايزه هو اللي جواك، لو انت بس فضلت واقف بهدوء جنبه فده هيساعدك جدا في شحذ وتحسين حواسك. وبيتكلم ساعتها دونج جونج ميونج وبيقول له انت مش هتيجي؟ فبيقول له الشيطان السماوي روح واتعلم كل اللي تقدر تتعلمه منه. فبيقف قدامه جيها وبيفكر وبيقول في دماغه انا مش متاكد من اللي قصدك عليه، لكن المفروض ده هيساعد في عمليه التدريب بتاعتي مش كده؟ خلاص ماشي. وبالفعل بيروح جيها يشتغل معاه، ولكن بنلاقي جيها شغال معاه جوه الورشه وبيتكلم وبيقول انا المفروض تم توظيفي على اساس اني حارس امن، فليه بقى بالظبط انا قاعد عمال انفخ لك في النار هنا؟ وبيبقى دونج جونج ميونج بيستغل جيها ومخليه يشتغل معاه وهو بيدق على المعدن، وبيرد عليه وبيقول له انت عايز السيف اللي انا بعمله مش كده؟ لو انا بس حطيت ولو خدش واحد على المعدن ده فساعتها انا هدي لك السيف اللي انت عايزه، انك تشتغل ل4 أو 5 شهور وتاخد واحد من سيوفي هيبقى مفيد ليك مش كده؟ انت عايز السيف بتاعي صح؟ وبيقول له الشيطان السماوي ده هيساعدك في زياده حده حواسك. فبيقول جيها في دماغه لو ما كانش ده بسبب كلام الشيطان السماوي لكنت اكيد سبتها لك ومشيت والله. وبيكمل دونج جونج ميونج وبيقول لجيها الشيء ده ما بيصرخش غير لما انت بس بتبقى موجود، انا مش عارف ليه بس انا محتاج استغل ده. وبعد مرور شهر من شغل جيها مع الحداد دونج جونج ميونج بيبقى برضه عمال بيدق على المعدن وعمال يبص عليه، ولكن مفيش اي جديد. وبيبقى جيها واقف شايف الكلام ده وساكت وما بيتكلمش، والشيطان السماوي بيبقى قاعد وبيتكلم وبيقول لجيها البذره جواك بدات تتعامل مع السحر، وبالفعل بنلاقيها بتتوهج اكتر مما كانت عليه قبل كده. فبيكمل جيها شغل مع دونج جونج ميونج وبينفخ له في النار، ولكن وهو شغال معاه بيلاقي نيران في كل حته قدامه، وبيبص حواليه وبيلاقي برضه نيران حواليه وبيستغرب وبيقول في دماغه هو انا فين بالظبط؟ ليه في نيران في الورشه؟ هو انا قادر اني اسمع حاجه معينه؟ وبيركز جيها وساعتها بيقدر يسمع اصوات من الحاجات اللي حواليه، مش بس معدن الخشب الاسود ولكن كمان من الاسلحه اللي دونج جونج ميونج صراحه عنده في الورشه. وبيبص جيها حواليه بدهشه وبيقول يا شيطان سماوي انا قادر اني اسمعهم اخيرا، اصوات صرخات الصلب والاسلحه انا اظن اني قادر اسمعهم. فبيقول له الشيطان السماوي بدهشه هل من الممكن ان هو انت دخلت في حاله انعدام الذات من شويه؟ وبيتكلم معاه دونج جونج ميونج وبيقول له هو انت قلت انك قادر تسمع الاصوات؟ فبيقول له جيها ايوه وكل الفضل يرجع لك يا جدي. فبيقول له دونج جونج ميونج ايوه ده صحيح دلوقتي، وبما انك حصلت على الكلام ده فانت تقدر تمشي خلاص. وبيشتغل دونج جونج ميونج وبيكمل ضرب في المعدن، وبيتكلم الشيطان السماوي بيقول يعني من ناحيه تانية انت احتمال تقع في حاله قلب الشيطان. فبيقول له جيها قلب الشيطان؟ فبيرد الشيطان السماوي بيقول له هو بيتقال ان الناس اللي بتنمو وبتتطور بطريقه وبيخسروا الطريق اللي هم محددينه بيقعوا في قلب الشيطان، وسواء كان محارب او كاهن، فلو الشخص ما يعرفش يخرج من قلب الشيطان فساعتها الموضوع هيوصل للموت. فبيقول له جيها هو ليه الشخص واللي فاضل بقاله اكتر من شهر ما حصلوش اي حاجه يقع فجاه كده في قلب الشيطان؟ فبيقول له الشيطان السماوي ده بسبب ان مفيش حاجه حصلت، ده اصلا بسبب ان مفيش حاجه حصلت فده ممكن يوقع في قلب الشيطان، وفي حين انك عمال كنت بتجني الالهام وبتنمو
الشخص ده ما قدرش ان هو حتى يعمل خدش واحد في الخشب الاسود، فعلشان كده بقول لك ان الموضوع له علاقه بفقدان الطريق. فبيتكلم جيها وبيقول جدي انا عندي سؤال عايز اساله لو ينفع. فبيبص له بيقول له وايه هو؟ فبيتكلم جيها وبيقول له هو انت ليه ما بتستخدمش قوه الروح وانت شغال؟ دي المفروض القوه اللي بتمتلكها عيله دونج جونج، انا دايما كنت بتساءل انت ليه ما بتستخدمهاش. فبيتعصب دونج جونج ميونج وبيقول له انت بتقول ان الحداد المفروض يستعير قوه الارواح علشان يشتغل؟ فبيقول له جيها انت قصدك ايه بكلمه استعاره يا جدي؟ مش المفروض القوه دي هي موهبه طبيعيه؟ هو السبب ان الخشب الاسود ما اتخدش لحد دلوقتي هل من الممكن يكون ان بسبب انك ما اديتهوش كل جهدك يا جدي؟ انا لما بسيب نفسي وبحط كل جهدي في حاجه معينه فساعتها انا اظن ان ده هو الوقت اللي هتحصل فيه على اللي انت عايزه. انا كنت بقاتل في الخطوط الاماميه وعرفت انجو بفضل الله، وحصلت للاسف على القوه متاخر، وده بصراحه يعني خلاصه تجربتي وخبرتي البسيطه اللي اكتشفتها من المغامرات اللي خضتها. فبيفتكر ساعتها الجد دونج جونج ميونج موقف ليه قبل كده لما كان ابوه هيستخدم قوته اثناء الحداده وبيبقى واقف وهيدق على المعدن اللي معاه، فبيدخل عليه دونج جونج ميونج وبينادي عليه وهو متضايق، فبيقف ابوه بيتسمر في مكانه وبيبص عليه، وساعتها بيفتكر نظرة أبوه ليه كأنها قدامه دلوقتي وبيكلمه جيها وبيقول له جدي، ولكن بيرد عليه دونج جونج وبيقول له اسكت، أنا مش فاهم ليه الحداد هيستعير قوة الأرواح، لكن على الرغم من ده أنا محتاج أفكر كويس في حتة إن الواحد محتاج إن هو يبذل كل اللي عنده في اللي هو عايزه دي. فبيقول له جيها هو أنت هتبدأ من جديد؟ فبيروح دونج جونج ميونج وبيقعد يعمل حاجة في وسط الأسلحة اللي عنده وبيمسك سيف من السيوف اللي موجودة في الأسلحة وبيقول له السيف ده أنا اللي عملته، خده وامشي، وانا هطلب منك انك تشتغل وقت زياده لحد ما نخرج من الورشه. فبيستغرب الشيطان السماوي وبيقول ايه التصرف اللي ملوش هدف ده؟ فبياخد جيها السيف وبيقول طيب انا شايف ان الموضوع هيبقى تمام، وبيبدا يسحب سيفه وبيقيمه وبيقف وبيستعد وبيتاهب بيه وبيشوف ايه الدنيا وبيقول وده لانه بيكون دونج جونج ميونج. وبيقعد جيها يلوح بالسيف الجديد بتاعه وبيتدرب بيه، وهو بيلوح بالسيف بتاعه بيلاقي قدامه الشاب ده وبيقول له ده ايه ده؟ اخيرا انت خلصت النفخ في النار مع والدي؟ فبيقول له جيها ايوه، وللفتره اللي جايه انا حابب اني اتدرب قدام الورشه، وده بالتزامن مع صوت الدق للجد. وبيمر الوقت على هذا الحال، وبعد شهر من الكلام ده بيبقى رئيس شركه السيوف التوائم متضايق وبيقول ايه صوت الدوشه دي؟ عصابه الابيض دول يبقوا مجموعه مضاده للابطال واللي ما بتميزش بين الصح والغلط لما بيبقوا عايزين حاجه معينه، ايه اللي جابهم عندنا بس؟ هو احنا ناقصين؟ فبتقول له السكرتيره إدارة الجزيرة المركزية تم التواصل معاها من 30 دقيقة، تم إيجاد 9 أجهزة IPS والمفترض إنهم يخصوا مفقودين، والعضو اللي تم تحديده من عصابة الأبيض يبقى شخص ب3 نجوم واسمه هو سيف الشرق زيك. وبالفعل بنشوف الشخص اللي من عصابة الأبيض ده وشكله مش سهل وناوي على حاجة مش كويسة. المهم بيبقى خلال نفس الوقت ده بيكون جيها عمال بيتدرب بالسيف الجديد اللي معاه وعمال يلوح بيه في الهواء، وبيفكر وبيقول في دماغه ده عدى في حدود شهر من ساعة ما دونج جونج ميونج دخل مكان الحدادة، وعدى في حدود 3 أيام من ساعة ما الصوت اتوقف عن الطرق، وبيبقى فيه زي ضباب منتشر في الأرجاء. وبيروح الشاب ده يكلم جيها وبيقول له ده عدى 3 أيام من ساعة ما والدي وقف طرق وحدادة. فبياخد جيها منه المنديل وبيقول ايوه فعلا من الواضح اننا وصلنا دلوقتي للمرحله الاخيره. فبيقول له الابن باستغراب المرحله الاخيره؟ فبيرد عليه جيها وبيقول ايوه الموضوع كانه كان مراحل تدريب كده علشان الجد يقدر يتخطى مستواه الحالي. فبيقف جيها يفكر كده وبيحس ان في حاجه وبيبدا يستعد وبيجهز وبيبقى في ضباب منتشر في المكان اللي هو واقف فيه، وبيقول له الشيطان السماوي في حاجه غريبه مخلوطه مع الضباب ده. فبيتكلم جيها مع دو وبيقول له سيد انشيول رجاء ادخل الورشه. فبيستغرب دو وبيقول له ايه ليه فجاه كده المفروض ندخل الورشه؟ وبيبقوا وهم واقفين جوه بيتم اقتحام المكان بسرعه، وبسبب الاقتحام ده بتبدا الاضواء تتهز، وبيقلق دو وبيقول ايه ده في ايه اللي بيحصل؟ وبيبدا جرس انذار المكان يتفعل في المنطقه وبيتم التبليغ ان سيف الشرق زيك موجود. وبيبص جاي على التليفون بتاعه وبيلاقي ان مفيش شبكه، وبيتكلم الشيطان السماوي وبيقول هو في حرامي مثير للشفقه اقتحم المكان؟ فبيقول له جيها بصراحه بالنسبه لحرامي مثير للشفقه فهو عامل شويه قلق، لو اللي تم ابلاغنا بيه صحيح فالشخص اللي جاي قدامنا ده من المحتمل ان هو بطل ب3 نجوم من عصابه الابيض سيف الشرق زيك. وبيبدا جيها يسحب سيفه ويتكلم زيك وبيقول ده في شخص كمان موجود، انا كنت متاكد ان كان في 2 بس من الحدادين هنا. وبيبقى عنده ايد من المخالب الحديديه وبيهاجم بايده الحديديه دي بسرعه وبيطلق منها ابر معدنيه سريعه بتروح ناحيه جيها. فساعتها بيستخدم جيها سيفه وبيفعله بسرعه وبيضرب الابر المعدنيه دي وبيطيرها بعيد عنه بالسيف بتاعه، فما بيستناش زيك عليه وبيهاجم بسرعه ناحيته، ولكن جيها بيقدر يصد هجوم سيف زيك بالسيف بتاعه برضه، وبيحصل تصادم ما بين مخالبه وبين سيف جيها، ولكن زيك ده ما بيهداش وبيضرب في الوضع ده جيها ضربه بيطيره لبعيد. فبيتراجع جيها بسرعه لورا وبيفكر وبيقول في دماغه احنا ما ينفعش نسيب له فرصه ان هو يدخل جوه المكان اكتر من كده. وساعتها بينط جيها علشان يضربه بسيفه ضربه قويه تخلص القتال، ولكن ساعتها بيفعل زيك مجال حمايه قوي بيخلي من قوه التصادم بيحصل برق في المكان، وساعتها بيتكسر سيف جيها وبيتصدم وما بيصدقش قوه المجال ده. وفي الوقت ده بيكون دو عمال بيخبط على باب الورشه وبيقول بابا انت لازم تطلع دلوقتي يا بابا، وبيفضل يخبط على الباب ولكن دونج جونج ميونج ما بيردش عليه. ولما بيفتح دو باب الورشه بيلاقي ابوه قاعد وبيقول له مالك عمال بتنادي بصوت عالي ليه؟ فبيقول له دو بخوف بابا دلوقتي فيه، ولكن بيقاطعه دونج جونج ميونج وبيقول له
انا عارف الكلام ده برضه، ما تقلقش، الشخص ده شكله الى حد ما مطمن ومش قلقان. وبيبقى في الوقت ده جيها في نص القتال مع زيك ومش عارف يهاجم عليه بعد ما سيفه اتكسر، وبيهاجم زيك بمخالبه بسرعه، فبيتفادى ساعتها جيها هجومه بالعافيه، وبيتكلم زيك وبيقول انه يخلي عنده حارس زي ده فدي حاجه مش متوقعه، لكن اللعبه انتهت. فبيهاجم هجمات سريعه وقويه على جيها وبيصدها جيها بالعافيه بباقي سيفه بسرعه، ولكن ساعتها بيتكسر سيفه الفرافيت وبيبقى ملهوش اي لازمه خلاص، وبيقف جيها وبيبدا يقلق وهو ماسك سيفه اللي بقى ملهوش اي فايده، وبيبص عليه باحباط وبيقول انا ما اقدرش استخدمه تاني خلاص. وساعتها ما بيهداش زيك ده وبيطلق عليه طلقات ابريه زي اللي كان اطلقها عليه من شويه، ولكن بيتصرف جيها وبيمسك جراب السيف بتاعه بسرعه وبيرميه، فبيقدر ان هو يدافع بيه وبتيجي الابر في الجراب ومش عليه. وفي الوقت ده بينادي دو ومعاه سيوف بالهبل وبيقول استاذ جيها خد، وفي ساعتها بيرمي له احد السيوف، وبيتكلم زيك وبيقول راجل غبي بترمي له سلاح كده قدامي بالبساطه دي، وبيروح بسرعه علشان يلقفه قبل ما جيها ياخده، ولكن بينطلق جيها بسرعه وبيلحق السيف قبل ما يقع في ايد زيك، وبيتخض ساعتها زيك من سرعه جيها وبيقول هو امتى لحق يوصل لهنا. واول ما بيلقف جيها السيف بتاعه بيستخدمه في ساعتها وبيضرب على زيك، ولكن بيستخدم زيك مجال الحمايه بتاعه من تاني وما بيقدرش جيها ان هو يجيب الهجمه فيه، وبيمسك زيك السيف في المخالب بتاعته وبيتكسر السيف في ساعتها، وبيتكلم زيك وبيقول انا لو كان عندي وقت لكنت لعبت معاك اكتر من كده، وبيمسك معدن السيف وبيفتته بايده وبيبلعه وبيقول له ولكن لسوء الحظ انا مشغول وعايز اخلص بسرعه. فبيهاجم عليه جيها بسرعه وبيقول له انت بتتكلم كتير، وبيفعل زيك مجال الحمايه من تاني، ولكن بيقدر جيها ان هو يخلي مجال الحمايه بتاعه يتشقق للمره دي، وبياخد باله زيك من الكلام ده وبيتصدم وبيقول في دماغه انت قدرت انك تعمل شرخ في الدرع. وبينزل جيها وهو معاه السيف المكسور وبيبقى مركز، وساعتها بيرمي له دو سيف تاني كمان غير السيف اللي كان معاه وبيلقفه بسرعه وبيمسكه وبيخرجه من الجراب بتاعه وبيقول خليك انت ماسك كويس في الدرع بتاعك علشان ده بالنسبه لي مجرد حصه تدريبيه كويسه جدا ليا. وبيبقى دو متابع القتال وبيقول ما تقلقش يا استاذ جيها في سيوف في الهبل ما تشيلش هم. وبيتفرج دونج جونج ميونج على القتال وبيفكر في دماغه، وبيبقى جيها واقف قدام زيك مش عارف يعمل معاه ايه بالظبط، وبيبقى تحت جيها سيوف بالهبل متكسره من المعركه معاه ومش نافع معاه ولا سيف. وبيبقى دونج جونج ميونج واقف بيفكر وبيقول انا محتاج اعمل سيف جديد ومختلف المره دي. وبيتكلم زيك وبيبقى بيخرج منه هاله مظلمه وبيقول انت يا مبتدئ اللعبه تعتبر بدات دلوقتي اصلا. وبياخد جيها سيف كمان وبيقول انا عمري ما شفت حد بيحب يلعب العاب ما يعرفش يكسب فيهم ولا مره. وبيسكت زيك وما بيردش عليه، وبيبدا يزداد الضباب في المكان اللي واقفين فيه اكتر واكتر، وبيبدا جيها يقلق من الكلام ده وبيقول الضباب عمال بيزيد في المكان. فبيقول له الشيطان السماوي ركز طاقتك وحس بحركه السحر حواليك، في النهايه قوته القتاليه اقل منك بحاجه بسيطه. فبالفعل بيسمع جيها الكلام وبيغمض عينيه وبيبدا يركز على احساسه بالطاقه السحريه في المكان، وبيبدا يستشعر كل ذره حواليه. وبيبقى وهو واقف في الحاله دي بيكون زيك شايفه وبيقول ايه ده قفل عينيه. لما محارب بيقفل عينيه في المعركه فده معناه ان سيفه بيتوقف. انت عرفت انك تخدش الدرع بتاعي، لكن زي ما هو متوقع المبتدئ هيفضل مبتدئ. وبيستغل ساعتها زيك الفرصه وهو قافل عينيه وبينطلق بسرعه ناحيته علشان يقضي عليه. وفي الوقت ده بيفعل جيها هو كمان سيفه وبيملاه بالطاقه وبيتوهج، وبيقرب منه زيك وبيهاجم بمخالبه على راس جيها وخلاص هيقتله، ولكن بيلاقي ان ضربته جت في سيف جيها واتصدت. وبيحصل بسبب سرعه زيك وسرعه ضربه جيها تصادم قوي بينور المكان، ولما بيفعل زيك الحاجز بسرعه بيقدر جيها ان هو يخترقه، وبيتخض زيك وبيبقى مش مصدق الكلام ده وبيبقى مش مستوعب وبيتكلم وبيقول انت ازاي تتجرأ وازاي انت اصلا قدرت تعمل كده. فبيهاجم جيها هو كمان بسرعه وبيقول له انت تبقى ولا حاجه بدون الدرع بتاعك، وبيروح بسرعه وبيهاجم هجمات متعدده بالسيف بتاعه على زيك. وبيبقى زيك واقف مصدوم ومش عارف يكون الدرع وبيقول اللعنه انا اتهزم من مجرد حارس، من مجرد مبتدئ. ازاي الشخص ده قادر ان هو يتحكم في كويس سيف؟ حتى في عصابه الابيض البنت دي بس هي الوحيده اللي بتقدر تتحكم في الطاقه بالشكل ده. وبيبقى من الواضح ان في شخصيه قويه من عصابه الابيض بتقدر تعمل كده برضه. وبيتعصب ساعتها زيك وبيقول انت عباره عن ايه بالظبط؟ وبيبقى جيها مش رحمه بهجمات متعدده بتدمر درع زيك، وهو ما بيردش عليه وبيركز في هجومه وبيقدر ان هو يكسر درع زيك تماما. وبيتكلم الشيطان السماوي وبيقول له هو انت علشان اتعودت على استخدام السحر شويه فانت بتحاول انك تصبه في سيفك علشان تقويه، من الواضح انك قريب هتفهم الخطوه اللي بعدها الا وهي هلال القمر. وبيضرب جيها في الوقت ده ضربه قويه بعد ما كسر درع زيك نهائيا، وبتكون ضربات جيها مشبعه بالطاقه السحريه في سيفه. وبيبقى زيك قلقان وبيقول اللعنه انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ فبيهاجم عليه جيها من ظهره بسرعه وبيقول له انت بتهمهم بتقول ايه بالظبط؟ فبتخض زيك لما بيلاقي جيها في ظهره بعد ما كان قدامه دلوقتي وبيقول انت ازاي لحقت؟ ولكن ما بيلحقش يكمل كلامه وبيشرحه جيها في ساعتها من ظهره وما بيسيبلوش اي فرصه يعمل اي حاجه تانية. وبيقع في ساعتها زيك على الارض وبينزف من كل حته من جسمه، وبيبقى مصدوم ومش مصدق وبيلاحظ حاجه وبيلاقي ان جسمه مش بيستجيب لاي حركه هو عايز يعملها، وبيبقى مش فاهم ازاي ده ممكن. وبيقول في دماغه هو كل الاوتار اللي في اطرافي اتقطعت. وبيبقى فعلا واقع على الارض وبيبدا يحاول يقوم باي طريقه وبيقول انا ما ينفعش انتهي بالشكل ده، انا على الاقل لازم اعمل حاجه قبل ما يبدا الاكراه. وساعتها بيسمع حاجه بتقول زيك انت استجابتك ضعيفه مش كده؟ فبيخاف ساعتها زيك لما بيسمع الصوت ده، فبيتكلم زيك وبيقول انا ما زلت حي. فبيتكلم الشيء ده ويقول انت مالكش اي فايده خلاص، يبقى ما قداميش حل تاني، وده علشان أأمن الغرض ده انا هفعل الاكراه على زيك.
وبيبقى خلال الوقت ده جيها بيحط سيفه في الجراب وبيتكلم مع الشيطان السماوي وبيقول له بتقطع فقط الاوتار، انت اتعلمت الكلام ده منين بالظبط؟ فبيقول له جيها مهام البطل متنوعه ومختلفه زي ما انت عارف، علشان كده انا حفظت نقاط الضغط فقط للاحتياط. ولكن بيلاحظ جيها حاجه وبيبص وبيلاقي زيك قام واقف وكأن مفيش حاجه حصلت، وساعتها بيتخض جيها وبيقول ازاي؟ فبيتكلم زيك وكأنه وحش او حاجه بتتحكم فيه، وبيتكلم الشيء اللي كان بيتكلم مع زيك ده وبيقول زيك انت اشتغلت كويس وعملت اللي عليك، مجد افالون هيبقى دايما معاك. وبينطلق زيك الوحش بسرعه وبقوه ناحيه جيها، وساعتها بيطلع جيها السيف بسرعه وبيبقى مش فاهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط، وبيضرب بسرعه على زيك المتوحش، ولكن بيمسك زيك السيف بايده وبيفتته في ساعتها وبيتخض جيها، وبعدها بيضربه ضربه قويه بتفرمه وبتطيره في ساعتها لبره وبيتخبط في شجره موجوده في المكان، وبيبقى جيها واقع على الشجره وسيفه متكسر ومتفتت وملوش اي لازمه. وفي ساعتها بيلاقي قدامه زيك المتوحش ده وبينزل بسرعه برجله عليه علشان يقضي عليه، ولكن بياخد باله جيها من الكلام ده وبيقدر يهرب من الضربه دي في اخر لحظه قبل ما تلمسه وبتيجي في الشجره، وبسبب قوه الضربه دي بتتقسم الشجره الضخمه دي كلها لنصين في لحظتها. وبيبقى جيها شايف الكلام ده ومش مصدق، وبيحس ان في حاجه غريبه في ايده وان الطاقه بتاعته بتخرج منه، وبيقول في دماغه وهو بيهرب هو انا طاقتي السحريه بيتم امتصاصها؟ وبيصد ضربه من زيك، ولكن لما ايديهم بتتلامس برضه بتخرج الطاقه من جهه وبتروح ناحيه زيك. فبيقول للشيطان السماوي غبي ركز على قوتك القتاليه وصوب ناحيه الجانب الايمن من وسطه. فبينفذ جهه الكلام بسرعه وبيقدر ان هو يبعد عنه، وبيبقى زيك الجديد ده شكله مرعب وعينيه حمراء وبيخرج حواليه طاقه سحريه، وبيبقى جهه مش فاهم ده ايه اللي بيحصل بالظبط، وبيقول الشخص ده قدراته زادت مره واحده. فبيقول له الشيطان السماوي هو اكيد متصل بالاشخاص دول اللي بيتحكموا بالضباب ده، الجسم ده خارج نطاق السيطره، هو دلوقتي ما يعتبرش انسان ولا حتى حيوان. ولكن وجهه واقف قدامه بيسمع حاجه وبيبص وبيقول ايه الصوت ده؟ وبيبقى صوت ورشه العجوز وبيبقى فيها صوت تخبيط، وبيبقى جهه مش فاهم هو بيعمل ايه دلوقتي، وبيبقى جونج مينج ماسك سيفه وعمال بيدق عليه، والدق ده صوته عالي ومختلف عن الدق اللي كان بيحصل قبل كده، وبيبقى ابنه شغال معاه كمان علشان يعرفوا يعملوا الكلام ده بسرعه. وبنعرف ان لما العجوز كان واقف وقال انا محتاج اعمل سيف جديد، ساعتها قال لابنه يجي وراه لجوه الورشه، وبيبقى ابنه مش فاهم هما بيعملوا ايه بالظبط. فبيلبس ساعتها جونج ميونج النضاره بتاعته وبيجهز، وبيمسك في ايده لوح من خام معين وبيسخنه، وبيبص ابنه بحماس وبيقول والدي هو ده يبقى الخشب الاسود مش كده؟ هو انت اخيرا تخطيت حدودك؟ فبيقول له ابوه ركز معايا واسمع، وبيناوله المطرقه بتاعته، وبيبقى الابن مش فاهم وبيقول له انت بتناولني المطرقه بتاعتي انا ليه؟ فبيقول له ابوه السيف لسه ما اكتملش، وبيقعدوا يدقوا هما الاثنين على المعدن. وبنرجع للوقت الحالي وبيبقى زيك بيخرج منه طاقه سحريه ومش بيتحكم في نفسه، وبياخد جهه باله ان الشيء المتوحش ده بيستعد للهجوم، وبالفعل بينطلق زيك بسرعه على جهه، وبيبقى جهه اخد سيف تاني من سيوف الورشه وبيصد بيها لهجمه زيك، وبيقول له انت فاكر نفسك رايح فين بالظبط؟ ولكن من قوه التصادم بيطير جهه لورا وبيقول اللعنه، وبيبص على السيف وبيلاقيه اتكسر في ساعتها من اول ضربه ومفيش حاجه نافعه معاه. وبيقول جهه في دماغه مش مهم في سيوف قد ايه موجوده هنا، كلهم مالهمش اي لازمه قدامه. وبيقف جهه قدام الوحش ده، وفي ساعتها بينط وبيهاجم من تاني عليه، فبيتفادى جهه هجومه وبيقول في دماغه ان الواحد يتتبع حركات زيك مش صعب، وبيلف جهه بسرعه من وراه وبيجي يديله برجله، ولكن ما بيقدرش يلمسه للاسف بسبب قوه الدرع الرهيبه المره دي. وبيقول في دماغه انا مش عارف المسه، القوه السحريه الاقوى دايما بتبلع القوه السحريه الاضعف، انا عرفت اقطع الدرع بتاعه قبل كده بسبب نفس المفهوم، وده لان قوتي السحريه ساعتها كانت اقوى، لكن دلوقتي انا مش عارف اعمل معاه ايه، وده على الرغم ان المفروض متقدم عليه بخطوه في التعامل مع القوه السحريه. وبيبقى جاي عمال بيتفادى هجمات زيك لحد ما بيقدر يوصل له وبيروح ناحيه ظهره، وبينزل تاني بسرعه بضربه قويه برجله قبل ما يلحق ياخد باله، ولكن ما بيعرفش جهه يجيبها فيه. وبيبقى جهه متضايق وبيقول هو انا ليه مش عارف اوصل له، وبينزل جهه وبيروح يهاجم زيك عليه بسرعه. وبيبقى خلال الوقت ده بتكون الورشه شغاله، وبيبقى كل من الاب والابن عمالين بيدقوا على المعدن وبيشكلوا السيف. وبيبقى اثناء العمليه دي بتتكلم روح اللهب بعد ما بيوقظها دونج جونج ميونج وبتقول له ما شفتكش من مده كبيره يا زعيم الحداده، اوقد النار في المعدن، سيح الصلب ودق عليه، برد النار، خليه يتعرف في كل حته وفي كل مكان في مقاطعه بونسانج. وبيبقى بالفعل دونج جونج قدر ان هو يشكل معدن الخشب الاسود وبيخلطه مع مواد تانية وبيعمل منه اشكال كمان. وبيبقى الابن واقف معاه وبيقول بابا انا قادر اسمعها انا كمان. فبيقول الاب في دماغه اخيرا اهو انتهى، وبيدق اخر دقاته على السيف. وبيبقى جهه واقف وبيلاحظ حاجه وبيقول في دماغه ايه ده، الضباب اختفى. وبيبدا ساعتها باب الورشه بيتفتح وبيتكلم من جواه دونج جونج وبيقول له انت يا وغد انا لاحظته، هل قادر انك تسمع الصوت برضه؟ وبيبقى معاه سيف مميز ومختلف عن باقي السيوف، وبيرمي له السيف ده وبيلقفه جهه في ساعتها وبيبص عليه وبيقول ايها الجد ده يبقى ايوه انا قادر اني اسمعه بكل تاكيد. يا ترى جهه هيقدر يعمل ايه بالسيف الجديد القوي المعمول بمعدن الخشب الاسود، ويا ترى هيقدر يستفيد بيه ازاي ويتعلم بيه تقنيات ايه في المستقبل مع الشيطان السماوي؟ تابعونا علشان تعرفوا باقي احداث الحكايه. فلو عجبتكم فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل فيديوهاتنا اول باول، واشوفكم في امان الله ودمتم سالمين يا اصدقائي.